اهلا ومرحبا بيكم. جايب لك فيلم بقى من الخيال والمتعه والاثاره والتشوق جامد جدا فوق ما تتخيل، لدرجه ان انا ممكن اتفرج على الفيلم ده كذا مره وما بزهقش منه خالص. عاوزك وانت بتتفرج معايا كده على الفيلم تنزل تشترك في القناه بسرعه، قناه اسمع فيلم، وتقول لي ايه رايك في الكومنتات. يلا بينا نبدا الفيلم. الفيلم بيبدا بمركبه فضائيه راحت الفضاء كده ورجعت بعد فتره، راجعه متكسره واللي فيها ميتين وفي حاجه غريبه، وبينزل منها كائن وبيدخل في جسم حد تاني وبيتاقلم عليه، وبتبتدي تمشي كده تروح المدينه. وهنا بقى الصحفي دوت بيبتدي يصحى من النوم كده هوت وهو عايش مع حبيبته وعايشين عيشه كويسه جدا. بيروح المجله بتاعته ومديره بيطلب منه اللي هو يروح اكبر شركه ويروح يعمل مقابله مع بريك، فهو بيوافق وبيصحى تاني يوم بيقوم جاي رايح بيفضل يتكلم معاه وبيتكلم على انجازات الشركه وبيقول له انت بتعمل حاجات بس بتعمل حاجات مخالفه وكده. طبعا بريك بيقول له استنى وما بيعجبوش الكلام، بيبتدي ياخد منه الكاميرا ويمسح كل حاجه فيها. وهنا حبيبته بتقعد تتكلم معاه وبتقعد تلومه على اللي عمله وبتكون انفصلت وفاكره اللي هو السبب، فبتدي له الدبله وبتنهي كل حاجه على اساس ان هم متجوزين، يعني هم ولا متجوزين ولا اي حاجه. ما علينا. وطبعا الست ديت اللي هي كانت في اول الفيلم اللي كان الفضاء دخل فيها بتبتدي بقى تروح المدينه وبتنقل من جسم لجسم وبتبتدي تمشي في جسم تاني. وهنا جاك بيبتدي يعمل التجربه بتاعته على ارنب وبتنجح، فبيطلب منها اللي هي تعمل التجربه على بني ادمين، فهي بتبقى رافضه جدا فبيهددها اللي هو يرفضها من الشركه. وطبعا هنا بيروح سوبر ماركت يجيب منه حاجات، فبيلاقي حرامي سرق كل اللي هناك وهو موجود، فدي بتبص له بصه كده وبتقول له ما دفعتش ليه، فبيقول لها ما اعرفش، بتقول له خلي بالك على نفسك الحياه مش سهله خالص زي ما انت متخيلها. فهنا بيروح بينام. وهنا جاك بيبتدي يعمل تجربه على اول بني ادم، فبيخش كده جواه زي ما انتم شايفين وما بينجحش، فبيبتدوا كلهم زعلانين وهو بيقول لهم هاتولي واحد تاني. وهنا هي بتروح له بتطلب منه المساعده وبتقول له انا عارفه اللي انت جيت قبل كده وعملت كذا حاجه، وانا بقول لك في مشاكل وحاجات كتيره قوي هناك بتحصل غلط، فتعالى معايا وانا هساعدك واوريك ايه اللي بيحصل. فبقول لها لا انا رحت مره وبسببه اترفدت ومش لاقي اكل والحياه بتاعتي باظت خالص، فمش هينفع اجرب نفس التجربه دي تاني. وهنا بيروح لحبيبته بتيجي على باله فبيلاقي واقفه مع واحد تاني، فبيقول لها مين ده، فبتقول له ده حبيبي الجديد عادي كده ايزي، فبيقول لها مبروك انت مش محتاجه اي حاجه، فبتقول له لا على فكره انت اللي بوظت حياتنا، فبيقول لها عادي طالما انت اخترت كده وفرحانه خلاص ما شاء الله. فهنا بيقرر يكلم الدكتوره اللي كلمته وبيوافق يروح معاها وبتركبه العربيه وبيدخل معاها عادي، وبتبتدي تقول له في المختبر تخلي بالك وما تحاولش تلمس اي حاجه وصور بس من بعيد وخلي بالك على نفسك وبعد كده نمشي على طول. بيبتدي يدخل ويصور حاجه حاجه وبيلاقي حاله كده بتصعب عليه فبيكسر الازاز بتطلع وبتحاول تخنقه واللي جواها بيخش فيه، فبيطلع بقى مش فاهم فيه ايه، بيجري وراه بيقوم جاي ضارب الناس كلها وبيبتدي يطير كده هوت وينط ويحصل له حاجات غريبه. واول ما بيروح البيت بيبقى جعان بطريقه غبيه قوي فوق ما يتخيل، بياكل كل اللي في البيت وبيروح كده يبص في المرايه بيلاقي في حاجه كده بتكلمه فبيتخض ويغمى عليه. وهنا جاك بيروح المختبر بيبقى متضايق جدا وزعلان ويبتدي يزعق معاهم وبيطلب منهم يرجعوا الكائن بتاعه تاني، وهو هنا بيصحى مستغرب إيه اللي حصل. وهنا الست دي بتبقى ماشيه وبقى داخل جواها الكائن وبتبتدي تمشي كده وبيتنقل من جواها للطفله الصغيره ديت، وده بيكلم حبيبته وبيبتدي على طول يروح لها وبيبقى جعان جدا بطريقه غبيه وبياكل اي حاجه في المكان وبيقعد يقول لها في صوت جوه عمال يكلمني وانا رحت المختبر وقعدت اصور هناك، وهي بتقول له برضه رحت تاني وانت خربت حياتي مره وتخربها لي تاني وايه الحاجات الغريبه اللي انت بتعملها دي، فبيقول لها مش عارف في كائن جوايا بيكلمني، فبيبتدي يحطه على جهاز وبيكشف عليه وبيحصل له حاجات غريبه، فبيقول له انا مش عارف مالي، فبيبتدي يركب المترو ويروح وهو ماشي الناس بتفتكره شارب حاجه وغريب. وهنا حبيبته بترفع سماعه التليفون وبتتصل بيه وبتكلمه وبتقول له حبيبي وهو بيكشف عليك اكتشف اللي في حاجه جواك، فبيقول لها ازاي، فبتقول له في كائن عايش جواك، فبيستغرب وما بيديش اهميه وبيبتدي يقف كده فبيسمع جاره بيعمل صوت بيروح له بيكلمه ويخوفه. وهنا جاك بيكلم الدكتوره اللي معاه وبيقول لها الكاميرات جابتك امبارح اللي انت داخله مع واحد مين دوت، فبتقول له ده الصحفي وانا جبته وانا عارفه ان انا غلطانه فسامحني، فبيضحك وبيدخل الكائن عليها عشان يخلص عليها. وهنا بقى بيبعت له رجالته عشان يجيبوه، فبيقول له ارفع ايدك والكائن جواه بيكلمه بيقول له نزل ايدك واسمع كلام انا هوريك انا هعمل فيهم ايه، وبيبتدي يضرب فيهم كلهم ويمسك الكرسي يديله بيهم وجاره بيستغرب اللي بيحصل وبيجري وبيصد الطلقات منهم. وهنا جاك بيبقى شايفه وبيبقى فرحان وبيقول لهم شفتوا التجربه نجحت انا عاوزه حي، وهو هنا شايف نفسه فبيكلمه كده ويقول له اسمع كلامي وخليك معايا للاخر. وهنا بيحاول يجيب الرجاله كلهم وبيضرب فيهم وبيضرب ده وده والكائن بيتعايش معاه وبينط في الميه كده يطلع يجري وبيقعد مع نفسه، فبيقول له انت مين، فبيقول له انا عاوزك تساعدني نروح عند جاك
مقابل دوت هسيبك تعيش وهسيبك في حالك. فبيقول له خلاص ماشي اتفقنا. وهنا جاك بيبقى زعلان اللي كل المادة اللي عنده ماتت ما عادها مادة واحدة، فعاوز يعمل تجربة والتجربة تنجح وعاوز يشوف اي حل. وهنا عاوز يروح الجريدة اللي كان شغال فيها ويسيب لمديره كل حاجة، وهنا الامن بيمنعه. فكان اللي جواه بيقول له انا هعرف اطلعك واخليك تعرف تخش الجريدة، وفعلا بيساعده وبيطلعه وبيكتب جواب للمدير بتاعه بيفهمه فيه اللي المختبر بيحصل فيه حاجات غريبة وفي تجارب ما ينفعش تحصل، وساب له التليفون. واول ما بينزل بيلاقيهم واقفين فبيبتدي يضرب فيهم، وحبيبته واقفه فشافت كل حاجه فمستغرب، فبتقول له ايه اللي بيحصل ده؟ فبيقول لها ما اعرفش. فبتقول له طب تعالى اركب معايا العربيه بسرعه. فهم راكبين بتتكلم معاه وبتقول له ايه اللي حصل، فبيقول لها في كائن جوايا وانا مش عارف في ايه. فقامت قالت له طب تعالى، فبيطلب منه اللي هو يعالجه. فالكائن اللي جواه رافض. فمره واحده كده هو بيشغل الصوت العالي دوت، فبيبتدي اللي هو يتزعج جامد جدا والكائن اللي جواه بيطلع. فبيقول لها ازاي الكائن ده كان عايش جواه؟ فبتقول له ما اعرفش. فالمهم هو سابهم ومشي. فرجاله جاك جم ضربوه خدوه، والكائن اللي جواه اتنقل في الكلب. فبيبتدي يبص لها ويهوى عليها، واتنقل من جواه الكلب لجواها هي. فجاك بياخده عنده المختبر وبيكتشف اللي الكائن مش جواه. فبيقوم من رجالته اللي هم ياخدوه الغابه ويموتوه. ايه رايك؟ تفتكر اللي هم يقدروا يموتوه؟ لا طبعا، قولها معايا لا ولا ولا، خصوصا لما يكون في واحده جامده كده وبتحبه وقلبها عليه، تيجي له بقى كده وتنقل الجسم اللي جواها جواه هو، ويبتدي يروح بقى هو عشان يلحق المدينه كلها. والصوت اللي جواه بيكلمه وبيقول له احنا لازم نروح السفينه بسرعه نلحقه قبل ما يطلع يجيب بقيه الناس من الفضاء وتعيش جوه اجسام البشر كلهم. وهنا حبيبته بتطلع تجري على السفينه وهما الاتنين بيكونوا بيضربوا ببعض. فحبيبته بتخش كده بتحاول تشغل اي صوت عالي عشان يفصلوا عن بعض، وفعلا بتنجح والصوت بيفصل عن بعض، وهو بيحاول يرجع الماده دي تاني جواه وبيقوم جاي يموت حبيبها. تفتكر برضه اللي هو هيموت؟ لا طبعا، بيقوم جاي راجع تاني في جسمه وبينط يموته وبيقع في البحر زي ما انت شايف. فبيفضل يحاول يعوم لحد ما بيبتدي يطلع، واليوم بيخلص. بيجي تاني يوم بيفضل قاعد مع حبيبته فبيبتدي يتكلموا سوا. فبيقول لها الكائن اللي جوايا مات. فهي بتقول له خلاص اسكت. فبيسيبها ويقوم ويمشي، والكائن ما بيكونش مات. بيبتدوا يتكلموا هما الاتنين وبيبقوا صحاب جدا، وبيقول له خلاص هتفضل عايش معايا تمشي بتعليمات انا. هنا الفيلم بيخلص. تفتكر ان انا هسيبك كده من غير ما الخص لك الجزء التاني؟ اول ما لقيته قلت على طول اخلي لك الفيلمين فيلم واحد. بس طبعا يا صاحبي تقدرني وانزل اشترك على طول في قناة اسمع فيلم وقول لي ايه رايك في الفيلم اللي خلص. وهنا بقى احنا هنخش على الفيلم الجديد، فيلم كله متعة واثارة. بس وانت بتتفرج عليه بفكرك تاني اشترك في القناة بسرعة كده هو تسمع فيلم، واكتب اي كومنت حلو كده وقول لي ايه رايك فيه. هنا بقى عربية الشرطة على طول بتحضر، ويبقى معاهم بنت عندها قدرات جامدة جدا. فبتبتدي تعمل موجة كده بصوتها، وبيبتدي الظابط يضربها بطلقة فبتيجي في عينها، فبتقع من العربية وبيبتدوا يعالجوها وياخدوها تاني ويرجعوها. ففعلا بتكمل علاجها في السجن وبتكون فاقت، واي حد بيعوز يتعامل معاها بيتعامل معاها بحذر. وهنا الدكتوره بتتكلم معاه وبتتابعها من كاس شاشه كده هوت، وخلاص وبتخاف وتقوم. ودوت حبيبها اول ما بتشوف صورته طبعا بتشتغله، بتبقى عاوز توصله باي طريقه بس مش عارفه تهرب ولا عارفه تعمل اي حاجه. فبتنام كده وعلى طول بتفضل تفكر فيه وهي نايمه. والظابط هنا بيبعت لفينون وبيتكلم معاه وبنقول له معانا مسجون خطر جدا مش عاوز يتكلم مع اي حد غير معاك انت، فحاول تعرف منه اي معلومات وتحاول تقولها لي. ففينوم بيدخل الاوضه والوحش اللي جواه بيتخانق معاه، فبيقول له اسكت انت انا هعمل الحاجه دي والحاجه سهله. فبيحاول يتكلم معاه كده مع المسجون وبيقول له ايه انا هقول لك كل المعلومات اللي انت عاوزها بس تكتب عني في الجريده اللي انت فيها، وفي معلومه واحده تكتبها لي. وفينوم بيوافق على طول بالفعل بحسن نيه وهو مش فاهم، والمعلومه دي بيكون بيوصلها لحبيبته اللي هو هيجي ينقذها. ففينوم بيوافق وبيمشي، والوحش اللي جواه بيقول له استنى اساعدك، انا شفت صور كتير قوي مرسومه على السجن فاستنى احاول ارسمها واستنى اكيد هنطلع منها بمعلومه. وفعلا بيعمل كده هوت وبيبعت للظابط، والظابط بيروح هناك بيلاقي جثث كتير قوي بيطلعها، والسجين بيبقى قاعد متنرفز جدا لان كده التهم كلها بتبقى اتثبتت عليه وهيتحاكم عليه بالاعدام. وهما الاتنين بيبقوا قاعدين كده بالليل مع بعض، وبيبتدي يقول له انا جعان وزهقان من الاكل اللي انت بتاكله لي، انا نفسي اكل دماغ بني ادم. وهو بيقول له لا مفيش الكلام ده احنا اتفقنا مع بعض. وبياخده وينزل يبتدوا يمشوا في الشارع، بيبقى عاوز ياكل بدماغ اي بني ادم بس هو بيرفض. ففجاه حبيبته بترن عليه بيروح يقابلها، فبتقول له انا خلاص هتجوز كمان يومين. فبيبقى متضايق كده جواه وبيبقى متنرفز وبيقول لها مبروك، وبيمشي بقى بسرعه عاليه جدا لحد ما بيجي له جواب من السجين وبيقول له انا عاوزك تسمعني. وبيبتدي يحكي له معلومات عن نفسه كده وقد ايه هو كان مجرم وهو صغير وعمل حاجات كتير قوي وندم عليها بس لما كبر بقى ندمان. وفعلا تاني يوم اول ما بيصحى بيروح السجن وبيدخل له جوه عشان يسمعه، بيبتدي يتكلم معاه والتاني بيبتدي يعلي صوته كده وينرفزه. وده اتخنق كده قام جاي ماسكه من
من ايده عضه وقام جاي واخد بعضه ومشي. بيبص على الدم اللي على صبعه بيلاقيه بيتحرك، بيدوقه كده بيلاقي طعمه غريب. ده بيروح ويبتدي يتخانق مع الوحش اللي جواه، بيقول له ما كانش لازم يحصل كده. بيقول له انت هتقول لي ايه اللي يحصل ومش ايه اللي يحصل. وبيبتدي هما الاتنين يتخانقوا مع بعض ويقول له انت فاشل، قبل ما تعرفني كنت فاشل جدا. وبيبتدي يطرده من جسمه وبينزل بيروح في جسم واحد تاني، وبياخد الموتوسيكل بتاعه بيكسره بطريقه غبيه قوي وبيسيبه ويمشي. وهنا السجين بيحصل له حاجه غريبه جدا من الدم اللي هو مصه، والوحش اللي جواه كده بيصحى وبيبتدي يقتل في اي حد يشوفه وبياخد بعضه ويمشي. وهنا الظابط بقى بيروح له البيت وبيبتدي يدخله يقعد معاه وبيحكي له اللي حصل، وبيقول له السجين هرب وهيجي ينتقم منك فخلي بالك واحذر. فهو قاعد بيمسك ورقه مرسوم فيها اول مره السجين ده كان فيها. فالظابط بيبتدي يروح هناك كده فبيلاقي اول حرف من اسم السجين واول حرف من اسم حبيبته. فبيرفع سماعه التليفون وبيبتدي يكلمه وبيقول له انت تعرف اي معلومات عنه؟ فبيقول له لا. ولا عن حبيبته؟ فبيقول له لا. فالسجين هنا بيروح وبيحاول يروح لحبيبته، بيحاول يطلعها، وحبيبته بتلاقي واحده بيتكلمها وفجاه حبيبها بيقتل الواحده ديت، وبيبقوا هما الاتنين مع بعض وبيتكلموا مع بعض وبياخدوا العربيه وبيهربوا، والبوليس بيجري وراهم وهي بتطلع شعاع مره واحده كده من بقها وبتموت كل اللي موجودين، والمكان كله بيتدمر وبيحصل فيه كوارث. وهنا الضابط بيجيب فينون وبيتكلم معاه وبيحاول يتهمه اللي هو شريك معاه. ففينوم بيبقى قاعد كده مصدوم وبيقول له ازاي؟ فبيقول له طب انا عاوز اعمل مكالمه. بيكلم حبيبته بتيجي بيتكلم معاها وبيحكي لها الموضوع كله وبيقول لها الوحش اللي جوايا طلع ومش لاقيه فحاولي تساعديني. وفعلا بتقرر اللي هي تساعده وتروح السوبر ماركت هي وحبيبها. فبتبتدي تتكلم معاه كده، حبيبها بيخاف وبتلاقيه كده فبتبتدي تقول له تعالى، فبيقول لها لا. فبتحاول هي تقنعه بقى وتسبل له كده وهو بيقتنع وبيروح معاها. فاول ما بيشوفه بيقول له اعتذر لي. قام قال له ايه اعتذر لك؟ اعتذر لك مين؟ وهي بتقول له خلص بقى واعتذر له. فبيقول لها لا على جثتي. فبتقول له خلص عشان خاطري. فبيقول لها خلاص قشطه ماشي هعتذر له. وهنا الدكتور ما بيبقاش عاجبه الكلام، ففينهم بيقول له يلا بسرعه احنا هنفضل قاعدين كده. وفجاه الظابط بيكلمه بيقول له تعالى لي بسرعه في كارثه، انا عرفت مكان السجين فين. وعلى بال ما بيروح كده بيكون السجين خطفه وخطف حبيبته. فبيقول لحبيبته ده الكاهن واحنا هنتجوز دلوقتي، وطبعا انا جايب لك هديه بمناسبه الجواز، الظابط اللي ضربك في عينك اتفضلي خلصي عليه وتعاملي معاه. فحبيبته بتفرح جامد جدا. وهنا فينوم بيحضر والوحش اللي جواه بيبتدي يطلعه كده ما بيرضاش. فبيقول له اطلع عشان خاطري. فبيقول له مش كنت بتقول عليا فاشل؟ اما قال له اطلع بس مش وقته دلوقتي. فبيطلع والتانية بتحاول تموت الظابط ما بتعرفش، فبتحاول تصوت كده في وشه. وحبيبها بيقول لها بس عشان خاطر الكائن اللي جوايا بيتأذي من صوتك. فبتجري على الظابط تاني وبتحاول تقتله. وهنا فينو بيكون ضعيف والوحش اللي قدامه بيكون اقوى منه بكتير. فبتحاول هي تصوت تاني فالوحش بيموتها ويموت فينون. فهي بتقع ما بتموتش بيهم عليها كده. فالظابط بيبتدي يحذر فيهم وجرس الكنيسه بيبتدي يعمل صوت جامد جدا. فالكائنين اللي جواهم بينفصلوا وهما الاتنين بيحاولوا يتقاتلوا ويضربوا بعض. وهنا هي بتفوق فبتبتدي تصرخ جامد جدا. فالدنيا بتتدمر من صوتها وبتتكسر وهي بتقع كده هوت وجرس الكنيسه بيقع عليها بتموت. وهنا السجين بقى بيحاول يرجع للوحش اللي جواه، انما فينوم بيمسكه ياكله ويمسك دماغه هو كمان ياكلها. وفجاه الشرطه بتحضر وبتملى المكان كله وحبيبته بتطلب منه اللي هو يهرب. والظابط بقى عينه بتنور كده وشكله هيبقى فيه جزء جديد وهو هيكون فيه سبب فيه. وهما الاتنين بيبقوا قاعدين على الشط عمالين يتكلموا مع بعض وفرحانين وبيناموا وبيصحوا. بيبص في التلفزيون بيشوف مين؟ سبايدر مان. فبيبقى مخنوق منه جدا وعاوز يروح يموته. انما الكلام ده شكله كله هيحصل في الجزء الجديد، وشكله فيه جزء تالت ولا ايه؟ واول ما ينزل هلخصه لك وهنولع الدنيا. وطبعا ما تنساش يا صاحبي تشترك في قناة اسمع فيلم، ونتكلم انا وانت في الكومنتات وتكتب لي كومنت لذيذ كده. ولو عاوز اي فيلم قول لي عليه. اشوفك بقى في قناة اسمع فيلم. بص بقى جايب لك فيلم من العيار التقيل، ايوه زي ما سمعت من العيار التقيل، بس عاوزك قبل ما تسمعه كده معايا ونتفرج عليه انا وانت، عاوزك ايه تنزل تشترك في القناة بسرعة اسمع فيلم وتقول ايه رايك في الكومنتات بسرعة. يلا بينا نبدأ الفيلم. بص بقى ده اكتر واحد مؤذي ممكن تشوفه في حياتك، ايوه اكتر واحد مؤذي. اخترع حاجات غريبة كده، يعني دماغه بيخترع حاجات غريبة. اخترع وحوش زي ما انت شايف كده، ومش وحش واحد، اخترع واحد واثنين وثلاثة واربعة. وبيدور بقى ايه، عاوز يعمل فيروس كوات من دمه يأذي بيه الناس. مش عارف ليه، يعني في ناس كتيرة قوي مؤذية وده واحد منهم. وزي ما انت شايف كده بص عمال يخترع حيوانات وحاجات غريبة كده. وفعلا عاوز يعمل ايه بقى، عاوز يعمل فيروس من دمه وينزله
له كده بلد يجربوا فيه، وبعد كده هو ينزل العلاج ويلم فلوس كتير. وزي ما انتم شايفين بقى عمل تجربة على واحد كده هو من اللي معاه، والفيروس اشتغل في جسمه زي ما انتم شايفين كده هو، والتجربة نجحت. وعلى الجانب التاني في مخترع معانا جامد جدا، مين بقى؟ ابو جريشنا. زي ما انتم شايفين كده اخترع حاجة، فطلع بيصاحب ابنه وبيقول له انزل انت بتعمل ايه وانت كمان بتعمل ايه، انزلي بسرعة عشان اوريك انا اخترعت ايه. يعني انت مصحيني من النوم عشان توريني شوية من العيد اللي انت اخترعتهم دول؟ لا طبعا، انا اخترعت قلم زي ما انتم شايفين بيتوجه ليه المرايات، فبيعمل شعاع كده هوت يوصل للوردة ديت وبيبتدي يصحيها. بس بصوا يعني مش عارف اقول ايه، بس ده لسه اول تجربة فعادي. يلا بقى تعالى وصلنا على الشغل. وهنا بنشوف جريشنا راح الشغل بتاعه وقاعد هو وصاحبه، فصاحبه بيجي له جواب كده فبيقراه وبيبص بيشوف جريشنا قاعد زعلان، فبيقول له قاعد زعلان ليه؟ فبيقول له كل شويه يجي عصابه وكده هوت. فبيقول له ما انت اللي امبارح مشيت وسبتنا. ايوه انا مشيت عشان خاطر اشوف جريشنا. ايه ده، هو انت جريشنا؟ لا ما تتكلمش واقعد ساكت بقى، بطل دوشه. حاضر ماشي. وهنا بقى بيشوف المذيعه بتتكلم على طياره في مشكله في المحرك بتاعها ومش عارفين يعملوا ايه، وفي ناس كتير قوي عمالين يشتكوا، بس ما فيش ولا اي مشكله خالص معانا، احنا معانا البطل جريش. وهنا وصل، واول ما بيوصل كده بيجري وبيرفع الطياره كده هو باقل مجهود وبينقذ الركاب كلهم. وفجاه الاعلان كله بيتكلم على الفيروس اللي ضرب المدينه كلها. وهنا منظمه الصحه العالميه المدير بتاعها بيتكلم اي حد يلحق باي اختراع عشان ينقذ الناس كلها. وهنا بيتصل بابو جريش عشان خاطر يخترع له اي حاجه، فبيقول له انت الامل فيك، اخترع لنا اي حاجه، شوف لنا اي علاج، البشريه كلها بتتدمر. وهنا بيجي له تليفون بيقول له انا معايا علاج للفيروس دوت، بس مش هقدر اقول لك مين انا ولا اي حاجه خالص، انا ممكن اجي اقابلك واديهولك. وبيروح المكتب بتاعه بيلاقي واحده قاعده مستنياه، فبتقول له مالكش دعوه بالفيروس ولا اي حاجه خالص. فبيرفع التليفون عشان يتصل بالامن، ففجاه بتمسك ايده وبتتحول هو وبتقابل الراجل التاني، فعلى طول بيعرفها، واول ما بيشوفها بيعرف، فبتمد ايديها ببطنه كده زي ما انتم شايفين وبتقضي عليه وبتاخد المعلومات كلها وبتنط كده وبتمشي. وهنا ابو جريش بيحاول يخترع اي اختراع للفيروس مش لاقي، فمحتار ومش عارف يعمل ايه، وهم عمالين يقولوا له اهدى ما تعصبش نفسك وهنلاقي حل دلوقتي. وجريش حبيبته عامله له حفله وبتحتفل بيه وفرحانه قوي كده اهوت وبتطلب منه بقى يغني. وهنا بقى غنى، وبعد ما غنى وهيص بنشوف ده بقى مخنوق لدرجه غبيه جدا، وعينه بقى كده عماله تنزل في دم، ودي عماله تقول له مالك خانق نفسك وايه وحرق دمك للدرجه دي ليه؟ فبيقول لها انا جوايا غل وخنقه مخليني مش عارف اسيطر على نفسي، انا متهيالي لو كانت رجلي سليمه كنت هعمل حاجات كتيره جدا. فبتقول له انت قوي بطريقه جامده جدا. فبيقول لها زمان وانا صغير كنت بسال نفسي نفس السؤال دوت، وقعدت اسال والدي برضو نفس الكلام، فما كانش بيرد عليا فقتلته وخلصت عليه. فالخنقه بتاعتي لما بتجيلي ما بعرفش اسيطر على نفسي خالص، عشان كده انا قررت هدمر العالم كله وهنشر الفيروس في بلد. فقراري هنشر الفيروس في انهي بلد؟ هنشرها في الهند ولا انشرها في الصين ولا فين بالظبط؟ فقامت جايه قالت له لا انا متهيالي ننشرها في الصين عشان العدد اكتر وبعد كده هيجي لنا فلوس اكتر. قام قال لها اخصى عليكي انت مش وطنيه زيي، انا هدمر الهند الاول وهدمر بعد كده بلد والعلاج عندي واعالجهم. وفعلا ابتدى ينشر الفيروس زي ما انتم شايفين ويرميه في اماكن كتيره. وهنا جريشنا خارج مع حبيبته وقالت له بقى احنا عاوزين نروح ناكل ايس كريم ولا اي حاجه خالص، والناس كلها عماله تتكلم مستغربه، الايس كريم كله عمال يطير ومش عارفين عمال يروح فين. فجريشنا مستغرب كده وبص، فقام قال له املالي واحده. فبيبص كده فلقى ابو لسان ده مد لسانه وخدها، فقام جري وراه، فبيبص قام لقى ايه مد لسانه كده هوت وقام ايه عاوز يضربه. فجريشنا استغرب بيبص عليه كده لقى مشي، فبيبص كده بعد شويه لقى الفيروس ضرب المدينه كلها ومش عارف يعمل ايه. وفجاه جريشنا قام جاي راح عند ابوه كده وعمال يتكلم احنا لازم نخترع اي حاجه او لازم نشوف اي حل. فابو جريشنا رد عليه وقام قال له انا اخترعت حاجه بس قدامها كده بتاع 20 يوم. فبيقول له لا مش هينفع، انا كنت هناك وشفت الناس كلها وهي عماله تقع من طولها وعماله تتعذب، فعاوزين نشوف اي حل. فقام قال له يعني انت كنت هناك وما حصلكش اي حاجه خالص، وانا كنت هناك وما حصليش اي حاجه خالص، فعاوزين نشوف حل، انا هجرب الفيروس دوت على نفسي واشوف كده اي حل. فقام قال له لا انت مش هينفع تجربه على نفسك، عشان لو جربته على نفسك ولا قدر الله حصل اي حاجه مين هينقذ البشريه وهينقذك؟ جربه عليا انا. فقام قال له خلاص
خلاص ماشي. قام فعلا جربوا عليه ولا ما عملش اي حاجه خالص، فخد عينه من دم جريشنا وابتدى يعالج بيها الناس. وفجاه جريشنا خد العينات كلها وابتدى في المدينه كلها يحطها ويعالج بيها الناس. وده دمه اتحرق بطريقه غبيه قوي، وبيقول لها انا كنت هبقى اغنى واحد في العالم، في حاجه غلط، ايه اللي حصل؟ فبتقول له اخترع حد حاجه وقام عالج الناس كلها. فبيقول لها انا لازم انتقم منه. وهنا بيكرموا ابو جريشنا وعملوا له تمثال وحطوه في المدينه، وابو جريشنا وابنه وكل الناس عماله ترقص ومحتفلين بيه. وهنا قاموا راحوا بقى كسروا المعمل بتاعه وكسروا له كل حاجه. وجريشنا قام جاي رايح عليهم كده زي ما انتم شايفين، وقام جاي داخل وعاوز بقى ينتقم منهم. ففي ثانيه الا ثانيه بقى جريشنا قام وصل يا جدعان، وقام جاي بقى نقص والده كده هوت، وقام جاي الاول ضربه والتاني، وابو لسان قام جاي ضربه، والبنت دي قام جاي لاففها كده وقام جاي حادفها بعيد، وقام جاي ماسك الراجل ده من لسانه وقام جاي قاعد يلفه كده هوت وجري عليه، وقام جاي مديله بالبنيه وربطه وقام جاي شنقه وراح يطمن على مراته. لقى مراته بقى ايه في حاله تانيه خالص، ففضل حزين وقاعد مخنوق. وهنا البت دي وصلت وعملت نفسها مراته وقامت جايه نايمه في السرير مكانها، ومراته اصلا مخطوفه والراجل ده خطفها عنده علشان ينتقم من جريشنا. فهنا بيقول لها انت موجوده معايا وموجوده في حته تانيه. فالبنت دي بقى بتعمل ايه؟ بتفضل واقفه ومش عارفه تعمل ايه، وجريشنا بيروح لها وما بيكتشفش وفاكرها اللي هي مراته وفاكرها اللي هي زعلانه عشان البيبي اللي مات. فبيقول لها ما تزعليش، احنا قادرين نجيب غيره، احنا قادرين نتحدى العالم كله، انت ما تعرفيش انا بحبك قد ايه، وانت عندي اغلى واحده في الدنيا كلها ومفيش حد زيك، وانا اكتر واحد بحبك في الدنيا كلها. وقام جاي واخدها بالحضن كده، فحست معاه بالامان ورجعت تاني لشكلها. فجت له بالليل وبتقول له انا خايفه. فبيقول لها خايفه من ايه؟ ما تخافيش واحكي لي. فبتقول له انا خايفه العصابه دي تيجي تاني وتكسر الدنيا. فبيقول لها ما تخافيش حتى لو جم احنا معانا حل لكل حاجه. فبتقول له هو مش كسروا المختبر بتاعك؟ فجريشنا بيرد عليها وبيقول لها انت مش كنت شايفه كل حاجه؟ سيب من الكلام ده وما تخافيش، وانا اعرف ازاي اخليكي ما تخافيش، تعالي معايا. وقام خدها كده في حضنه واداها بوسه، فحطت ايديها على وشها وبقت فرحانه. تاني يوم جريشنا راح هو ومراته المول، فكان في حفله هناك، فواحده كسبت فمش مصدقه نفسها بتجري وهي شايله بيبي، فقامت جايه واقعه والبيبي قام جاي واقع منها، وجريشنا قام جاي نقصها ومرات جريشنا من جايه نقصه البيبي. فالناس كلها قعدت تسقف، والراجل الكبير ده قام جاي مديها وسام، وقام قال لها انت حاجه جميله جدا اللي انت عملتيه، وانت اللي زيك خلصوا من البلد وانا فخور بيكي. وقام جريشنا قام جه وقام قعد يتكلم معاها وقال لها قد ايه انا فرحان وفرحان اللي انت عملتيه النهارده، وكل يوم ببقى فخور بيكي، فارجوكي اقبلي مني الورده ديت. ودوت بقى قاعد عاوز ينتقم باي طريقه. فمرات جريشنا معاه فعمال يقول لهم انا عاوز البيبي اللي جواها ده باي طريقه. عمالين يقولوا له مش هينفع، لسه قدامها على الاقل 15 يوم. فبيقول لهم لا انا مش هستحمل 15 يوم، عاوزين نشوف اي حل بسرعه. وهنا جريشنا قاعد مع والده، فوالده بيتكلم مع جريشنا وبيقول له في حاجه غريبه مش عارف هي ايه. فجريشنا بيقول له يا ترى ايه؟ بيقول له الفيروس اللي كان في الجو معمول من دمنا، والمضاد اللي انا عملته عشان نعالج بيه الناس برضه خدته عينات وعملته من دمنا. وهنا جريشنا بيصحى، فهي بتبتدي تروح له بسرعه وبتتقلب، واللي كان مع ابو جريشنا دوت مش جريشنا، وبتبتدي تسيبه، بتخش الحمام وبتقف قدام المرايه وبتكلم نفسها. فبتقول لها انا شكلي حبيت جريشنا ومش قادره اخون ثقته فيا، فمش عارفه اعمل ايه. فهنا هو سافر، فبيحاول بقى يشوف اي حل للفيروس دوت ازاي كان معمول بدمه. فجريشنا بيرن عليه فبيقول له انت فين؟ قال له انت كنت معايا امبارح وحكيت لك اللي انا هسافر عشان احاول اشوف اي حل. فجريشنا بيفكر كده، فبيبتدي ايه يشك في اللي في البيت، فبيعرف اللي مش هي، فبيروح لها على هيئه جريشنا، فهي بتشوفه وبتخاف، فبتحاول تجري منه كده هوت، فما بتعرفش. فبتقول له انت عاوز مني ايه؟ فبيقول لها انا عاوز منك ايه؟ انت مين؟ بتقول له ايه ده انا مين؟ يعني اللي انا عايشه معاه في البيت ده المفروض كان جريشنا. فبترجع لشكلها الطبيعي وبتحاول تقتله، فما بتعرفش. وفي نفس الوقت الراجل دوت بيكون خطف ابو جريشنا، فبيساله بيقول له انت اللي خلاك تسيب بيتك وتسافر وتروح معمل بره؟ فبيقول له انا كنت عاوز اعرف الفيروس دوت ايه اللي حصل واديني عرفت. فقال له عرفت ايه؟ فقال له زمان برضو انا كنت مخطوف، وفي واحد تاني خد مني عينه وقام حطها في طفل صغير كان بيعمل عليه اختبار، والطفل الصغير دوت طلع معاق، فامر على طول بعت له، والدكتور ما رضيش يقتله فخده رباه زي ابنه.
فبيقول له انا عارف بقيه القصه ديت، بس انا عاوز اقول لك على حاجه. انا هاخد النخاع الشوكي من ظهرك، ومرات جريشنا هنا هتبقى معايا، والطبيعي اللي انا اخد منها عينه هي كمان، وهرجع ابقى كويس وهرجع احسن من الاول. ابو جريشنا بيقول له انت هتندم على افعالك وهتندم على كل حاجه. وفجاه جريشنا بقى بيجي وعمال يدب في الناس كلها ويدب في الوحوش، والبنت دي شكلها حبت جريشنا وجت معاه وعمال تضرب في الناس كلها. وابو جريشنا قاعد وعمال ياخد منه بقى النخاع كده هوت، ودول ملخومين في الناس وعمالين يضربوا فيه. وجريشنا بقى وصل وقام جاي واخد مراته بالحضن، والعمليه هنا نجحت. وده بقى عمال يلم الحديد كله، عاوز يعمل بدله لنفسه كده من الحديد، ودي جت مذهوله من اللي حصل. فبيقول لها شفتي انا عملت العمليه والعمليه نجحت، وكان نفسي تفضلي معايا على طول، بس انت بعتيني وما بقيتيش معايا واخترتيه هو. وقام جاي مديها بنيه كده، من جاي مكسره الحاجه كلها. وجريشنا قام جري وقام جاي يلحقها، فبيبص لها كده لقاها ماتت، ففضل حزين جدا. فده بيقول له ايه يا اخويا انت زعلان ليه؟ انت حبيتها اكتر ولا حبيت مراتك؟ لا دي ما بتتحبش. فبيقول له اخويا ازاي؟ إيه اللي هو بيقوله دوت؟ فبيقول له فعلا هو خد مني عينه وقام جاي صنعه، فدوت كده يعتبر نفس دمك. فجريشنا اتخنق جدا، فجري عليه بقى وعاوز يدب فيه، فمش عارف. فدوت قام جاي جايب الحديد كله وقام جاي حاطه على جريشنا كده وقعد يدب فيه، وبرجله قام جاي مديله ومسك جريشنا قام جاي مكسر له عظمه. فوالده فضل قاعد زعلان ومخنوق، فافتكر الاختراع اللي كان بيعمله في الاول خالص بالمرايات، فلمهم كده هو كلهم وقام جاي موجههم عليه، وعمل نفسه مكان القلم ووجه نفسه على جريشنا، وبيقول لجريشنا انا هفضل معاك ما تخافش. ودوت قام راح المدينه عشان يسيطر عليهم كلهم. وزي ما انتم شايفين في الاسلحه كلها قام جاي مدمرها، وبيقول للاعلان كله انا موتت جريش وخلاص، فعاوز مراته هي كمان عشان اموتها وعشان يقضي على النسل بتاع جريشنا كله. وهنا بقى جريشنا بيبتدي يظهر، وبيقوم جاي واخده وبيقعد يضرب فيه زي ما انتم شايفين، وبيكسر الدنيا كلها، ومفيش حد عارف يوقف جريشنا خالص، وبيبتدي يسيطر عليه. وهنا بقى بيلاقي نقطه ضعفه الناس، فبيبتدي يدمر في الناس. وجريشنا بيحاول ينقذ في الناس زي ما انتم شايفين كده، وبيمسكه بيبتدي يضرب فيه ويدمر فيه ويحط السياخ كلها فيه، انما ما بيموتش الراجل ده مش عارف في ايه. فبيقف وبيطلع برضه كل حاجه منه زي ما انتم شايفين كده اهوت. فجريشنا بيفتكر بقى والده، فبيبتدي يعمل الشعاع بتاع الشمس كله عليه، وفعلا جريشنا بيقدر يقضي عليه. وهنا جريشنا بيكون مراته خلفت وبيكون فرحان واسعد واحد في الدنيا. فبيبتدي يبص لها ويقول لها انا عارفه انا بحبك قد ايه. بتقول له قد ايه؟ فبيقول لها انا مش عارف اقول لك قد ايه، بس بجد انا بحبك وبموت فيكي. وهنا بيبصوا بيلاقي ابنهم بقى بيطير، فهم الاتنين بيجي لهم حاله ظهور وعنده قدره خارقه. فعاوزك بقى يا صاحبي تقول لي هنا اول ما الفيلم بينتهي ايه رايك فيه، وما تنساش بقى تقدرني بالكومنت اللذيذ واللايك، وتشترك في القناه اهم حاجه، قناه اسمع فيلم. اهلا ومرحبا بيك، جايب لك فيلم بقى من الخيال العلمي جامد قوي، هيعجبك من الدرجه الاولى. الفيلم ده وانا بتفرج عليه عجبني بطريقه جامده قوي. هنتفرج عليه دلوقتي انا وانت، بس عاوزك قبل ما تتفرج عليه تشترك في قناه اسمع فيلم وتدوس لايك وتقول لي كومنت حلو كده، ونتكلم مع بعض انا وانت في الكومنتات. يلا بينا نبدا الفيلم، وقول لي ايه رايك فيه. بيبدا معانا الفيلم باكتر واحد شرير بيحب ضرب النار بطريقه غبيه قوي، لدرجه اللي هو سايب شغله وقاعد يتدرب على ضرب النار. وشريكه جاله كده بيقول له ايه اللي انت بتعمله ده؟ قال له بعمل ايه؟ خد سلاح واعمل زيي، انا وانت على طول شغالين ومقضينا، سيبك من الشغل بقى وتعالى نقعد شويه. وهنا بيشوف بنت حلوه بقى بيروح يغلس عليها وبيقول لها تعالى اعلمك ضرب النار بطريقتي، وبيقوم جاي ماسك السلاح كده وبيعلمها عادي بقى. الحياه عندهم ايزي كده زي ما انت شايف. وفي الجانب التاني قمر قاعده شغاله، دي بنت عسوله جدا بطريقه غبيه، قاعده بتعمل تمثال بقى كده اهوت وكله هيموت عليها. وفجاه النور بيقطع ومش عارفه تكمل التمثال بتاعها وقاعده مخنوقه. وهنا ابن الجيران قاعد بص عليها ومعجب بيها بطريقه غبيه قوي، وكل شويه يبص عليها كده وعاوز يلفت انتباهها، وهي ولا في دماغها تعلانه عليه بطريقه غبيه قوي ولا شايفاه. وهو بيقرر يساعدها باي طريقه عشان خاطر اللي هي تبقى شايفاه ومعجبه بيه. بيقرر يعمل اي فكره عشان ينورها. بيقوم جاي جايب كشاف وعامله كده في حاجه والشعاع بتاعه بيقلب، بيقوم جاي منورها. هي بتبتسم وبتفرح وبتخلص الشغل اللي وراها، وهو بيفكر بعد ما تخلص هتكلمه بقى وتشكره، ولا في دماغها قفلت وخلاص. صاحبه كان مراقبهم فجه قال له ايه اللي هي عملته ده؟ فقال له عملت ايه؟ ده هي خلصت اللي وراها كويكلي كويكلي عشان خاطر ما تسيبنيش واقف كده. فقال له يا راجل، قال له ايوه طبعا انت مش فاهم حاجه. قال له بكره تعرف وتعرف ان انا عندي حق وخايف عليك. وهنا كالعاده بقى كان عامل حفله كبيره جدا وعازم كل الناس، وفي صفقه هيموت وتخلص. بيبص كده لقى الراجل اداله
اداله دوسيه والتاني مضى عليه والصفقه خلصت بسرعه. فبيقول له ازاي؟ فبيقول له البنت دي هي السبب. بيبص عليها كده فافتكر اللي هو كان بيعلمها هناك، والتعليم جاب نتيجه في ثانيه الا ثانيه وهي بترد له الجميل. ففرح جدا بطريقه جامده قوي وافتكرها كده وحب يشكرها. طبعا مش هيشكرها هي بس، بيشكرها هي وجوزها. جوزها بقى جنتلمان. راحوا كده قعدوا على البار وبيشربوا كاس وبيتكلم بقى على ثروته اللي هي كبيره جدا. بيقول له ثروتك دي ازاي كده؟ بيقول له دي بتاعت مرات الله يرحمها، قصدي اللي هو قتلها. وهنا بقى بنلاقي قمر اللي كانت قاعده في الاول خالص بتعمل التمثال. عندها بقى جمعيه خيريه وبتساعد الاطفال وبتساعد الناس كلها. وهنا بقى في ازمه عندها في السيوله ومش عارفين يعملوا ايه. وفي واحد بيقترح عليها بيقول لها في راجل اعمال معاه فلوس كتيره جدا ممكن تروحي له وهيساعدك. بتقول له ازاي؟ فبيقول لها ده احسن حاجه. فعلا بتاخد ميعاد وبتروح له، وطبعا هو عينه زايغه جدا فبيبتدي يبص عليها وهي بتقدم له بقى ايه كل الحلول وكل الحاجه للاطفال. طبعا هو ولا في دماغه، طلع الدفتر ومضالها شيك بمبلغ جامد قوي كده واداهولها عشان تحل الازمه. راحت بقى جابت الكتب وجابت كل حاجه الاطفال ناقصه وجابته هو كمان ووزعت كل حاجه. هو فرحان بيها بقى كده فقال لها انا جعان، عزمها على الاكل. هي قالت له يلا بينا، طبعا من غير اي تفكير ومن غير اي حاجه. طلبوا الاكل وهي جالها رساله من مين؟ من ابن الجيران اللي كان سهران طول الليل. طبعا هي اتوترت ومش عارفه تعمل ايه وقعدت تبص عليه وما بقتش مركزه مع دوت ومركزه مع التاني ومش عارفه تعمل ايه ومتوتره. طبعا ده خد باله واتضايق جدا بطريقه رخمه. قال لها يلا بينا نمشي. ماشيين كده وابن الجيران ماشي وراهم وهي عماله تبص في المرايه وشايفاه. قالت له انا هنزل هنا. قام قال لها خلاص قشطه مع السلامه. نزلت وهو نزل وراهم وفضل يراقبها كده. لا بقى تجاهلته وماشيه مع ابن الجيران وعماله تتكلم معاه ومعجبه بيه. طبعا هنا اتخنق قوي بقى وقعد يشرب في السجاره واستفزه قوي بقى الموقف اللي هي متجاهلاه. فسابهم وقرر اللي هو يفرق ما بينهم. وهي هنا بقى قاعده شغاله واتاخرت في الشغل جامد جدا. فبعتت له رساله وقامت قالت له تعالى انا عاوزاك. فالمهم هو جاله الرساله جري عليها جري. فقامت قالت له انا اخرتك ولا حاجه؟ فقام قال لها لا ده اسعد يوم بالنسبه لي. وقعدوا يتكلموا وفضل فرحان جدا وراح وصلها. وبعد ما وصلها عربيه جت وخطفته وهو مش فاهم فيه ايه. قاموا جايين نزلينه ورموه في مكان كده اهوت وهو مش فاهم وبيتوجع من الالم. وفجاه بيلاقي بقى راجل الاعمال اللي مسكه وعمال يضرب فيه بطريقه جامده قوي. فبيقول له في ايه؟ فبيقول له مفيش اي حاجه، قمر عاوزك تبعد بعيد عنها. فما قال له لا اضربني وموتني، انما قمر انا بحبها بجد وعمري ما هسيبها. التاني اتضايق بطريقه جامده قوي وقام قاعد يضرب فيه بالبنيات والتاني مش مستحمل وقام جاي وقع من طوله كده. وقمر بتتصل بيه وعاوزه تقول له انا بحبك مش عارفه توصل له. هو هنا بيسمع الصوت ففجاه روحه بتطلع كده اهوت وبتدخل جوه دبانه. ازاي بقى وليه احنا مش فاهمين. وهنا بقى القصه هتتحول وفجاه كده هي ماشيه بالفيسبا فبتشوفه فبتتخنق قوي كده وبتروح تتاكد. فاول ما بتشوفه بتتصدم وبتفضل بصاله كده اخر بصه وبتبقى مخنوقه جدا. وبعد بقى 10 ايام بنبص كده وبنلاقي بقى البيضه فقست وفجاه الدبانه بتطلع منها وبيبقى ابن الجيران. هو مش متاكد كده ومش فاهم اللي هو دبانه. وفجاه بيشوف كل حاجه كبيره ومش عارف يعمل ايه ومش عارف يتاقلم ولا عارف يطير ولا عارف يمشي ولا اي حاجه خالص. والميه جايه عليه كده اهوت بيحاول يجري وبيحاول يطير مش عارف. هو بيبقى هيقع بس بيأقلم وهيطير. وفجاه بقى بيلاقي بنت صغيره بتلعب بقى كده بالفقاعات وبالميه فبيقعد يلعب معاهم والميه بتغرقه جدا وبيقع. وبيلاقي حمامه بقى كده هتاكله ومش عارفه تعمل ايه. وفجاه كده بيقع في كوبايه شاي فبيبص كده فبيلاقي راجل الاعمال فبيفتكر كل حاجه فبيبقى عاوز يطلع يموته باي طريقه مش عارف. وفجاه بيروح يجري عليه كده وبيضربه فبيفتكر اللي هو دبانه وبيتخنق جامد جدا. فبيخاف بقى يروح يموته تاني ولا يعمل اي حاجه. راجل الاعمال يضربه بايده كده ويموت. وفجاه كده بقى بيشوف مين؟ بنت الجيران قمر حبيبته وروحه وقلبه. اول ما بيشوفها مشاعره بتتحرك كده ما بيفرقش بقى دبانه ولا مش دبانه. هنا الحب ما بيتشحتش وبيبتدي يسمعها كده وهي بتتكلم عليه قد ايه هي مفتقداه. وفجاه كده راجل الاعمال بيجي وبيقعد يتكلم معاها. طبعا ابن الجيران ما بيعجبوش الكلام فبيجري يخش في ودنه وبيحاول يضربه. هو بيقوم جاي واخد بعضه وماشي وبيروح صاله كده هو بيخش في حاجه ياخد زي شاور. ابن الجيران بقى بيستغل الفرصه وبيقوم جاي رايح كده داخل في ودنه وبيقعد يضرب فيه. وهنا بنشوف في حديد متعلق وبيكون داخل بعينه او بدماغه فبيبتدي يتحرك دماغه كده والراجل بيجي يلحقه على اخر ثانيه وبيطلعه من الجهاز. هو بيطلع عريان كده فبيهموش وبيحاول يقتل الدبانه باي طريقه. وبيطلع كده العملاء كلهم بتشوفه وبيتضايقوا جدا وبياخدوا بعضهم وبيمشوا. وهنا قمر بتجيله المكتب هي وفريق العمل بتاعها وبتاخد منه ميعاد عشان يتقابلوا بالليل.
بالليل. ففجأة كده هو بيروح ومن كتر التعب بينام. طبعا الراجل الدبانة مش بيسيبه وبيقعد يقرف فيه بطريقة غبية قوي. وهو بيجيب مراية وبيلف نفسه كده زي الموميا عندنا وبينام. هي بتتصل بيه وبتقول له انت ما جيتش ليه؟ مش في ميعاد ما بيننا؟ اما قال لها ده انا في ثانية الا ثانية هبقى عندك وانا معقول هنسى؟ وبياخد بعضه وبيمشي والراجل الدبانة بيبقى راكب معاه وبيراقبه. فجأة بيروح على بتاع المرور وبيفضل يزاوله ويجي عليه كده وكده، وبتاع المرور عمال يحرك ايده بقى شمال ويمين والدنيا بتبوظ خالص وبتبقى مزرميط. والراجل هنا بيبقى فرحان الدبانة، وده بينزل بيضرب الناس كده اهوت والدنيا بتتحل بعد شوية. وهنا بيبقى ماشي بسرعة جنونية وهو بيستغل الفرصة وبيخش في عينه، وفجأة كده بيتقلب بالعربية وهو بيكتب له على ازاز العربية هقتلك. وبيروح للدكتور وبيبقى ماسك علبة بيراسور، والدكتور بيبتدي يتكلم معاه وبيقول له هو ينفع دبانة تقتل بني ادم او تبقى مستقصده؟ فالدكتور بيبتدي يفتكره اتجنن، فبيقول له حاول تهدى اليومين دول شويه. وهنا قمر بتزوره وبتبقى قاعده معاه وبتقول له الف سلامه، والراجل الدبانه بيبقى جاي يضربه. فقمر بتمسك البيراسور وبترش عليه، وللاسف متعرفش هو مين، وبيقع من البلكونه كده وبيكون خلاص هيموت. والراجل بيرش ميه والميه بتيجي عليه بتنضفه، بيكون خلاص رجع للحياه تاني. وهنا بيضطر يروح لدكتور حشرات، بيبتدي يتكلم معاه وبيقول له في دبانه عاوز تقتلني، الكلام ده حقيقي؟ قام قال له لا شكلك مجهد، عاوزك تقعد تريح يومين بس في البيت. ما بيدلوش اهميه وبياخد بعضه وبيمشي. وفجاه بيلاقي راجل كده مش باين منه حاجه بيجي يقول له خلي بالك على نفسك كل الفلوس بتاعتك هتضيع. بيسيبه ويمشي ويقول ده راجل مجنون ولا ايه؟ بيبص على ازاز العربيه بيلاقي كاتب له على العربيه هقتلك. هنا بيتاكد ان الموضوع بقى مش هزار وبيتضايق جدا بطريقه غبيه. وبالله بقى الراجل الدبانه راح لقمر وبتبقى وحشته بيبص عليها وبيلاقيها بتعيط. بيبتدي بقى يجيله الفكره وبياخد الدموع بتاعتها وبيكتب لها اللي هو ابن الجيران، وبيكتب لها ايه اللي حصل له. هي بيجي لها بقى حاله ايه ذهول كده وما بتصدقش نفسها. فبيجي له كده وبتساله هو انت عايش حقيقي في دبانه؟ فبيقول لها اه وبيهز دماغه كده وبتكتب له ايه اللي حصل. فبيشاور لها كده على صوره راجل الاعمال وبيكتب لها هو ده اللي قتلني بسبب اني بحبك ومش هينفع اسيبك خالص، وبيعمل لها علامه كده اللي هو عاوز يخلص عليه. وهي بقى بتبتدي تعمل له بقى نضاره كده اهوت عشان تحميه من فيروسور او من اي مبيد حشري. هنا هو بيتصل بقى بكل الشركات عشان خاطر تيجي تحميه وترش بقى كده على الدبان كل اللي عنده وتموته. وهنا مفيش اي حاجه بتحوق فيه، بيخش على النت كده وبيشوف اي بديل مش بيلاقي اي حاجه، فبيتضايق جدا وبيعوز ينام وبيكلفت نفسه كده وبيقعد على التليفون وبيبقى نايم. وهنا الراجل الدبانه بيستغل الفرصه وبياخد السيجاره وبيحطها وبيعوز يولع فيه. وهنا مش بيعرف ينام خالص ولا بيعرف اي حاجه. وهنا بقى بتستغل الفرصه وبتفكر هتموته ازاي. وهنا بقى التفكير بيجي لها اللي هي كل ما بتروح تزوره في مدفع صغير موجود عنده، فبيفكروا هما الاتنين يملوا بارود، بس ازاي هيودوا البارود ده هناك. وهي بيجي لها فكره كده اهوت اللي هي تجرب اول حاجه التجربه عندها في المكتب فبتنجح، فبتفكر تعمل له زي جردل صغير تملاه بارود. وهو بيبتدي يشيله ما بيملش خالص وبيروح يملاه هناك على قد ما المشوار شيق، وبيبتدي يروح كده هوت من مشوار لمشوار بس ما بيملش خالص. ومره واحده كده بيكون عنده راجل في المكتب فبيكلمه، فالراجل ده بيبقى معفن كده ومعاه منديل مش عارف يرميه فين وبيخاف منه فبيسد بيه المدفع. وهنا الخطه كلها بتفشل، وراجل الاعمال بيجدد في الشركه وبيبتدي يركب كاميرات وبيبان وكل حاجه عشان ما تدخلش اي حشره. وهنا قمر بتعرف فبتتضايق جدا وبتروح الشركه وبتحاول تفتح له فتحه كده هوت. وراجل الاعمال بيجي من وراها وبيبتدي يحس عليها كده ويكلمها بالراحه وبحنيه. وطبعا مين الراجل الدبانه ده بيبقى متضايق جدا فبيدخل يقرص فيه كده وبيضايقه وهو بياخد بعضه وبيخرج. وهنا بقى رجال الاعمال كلهم والمستثمرين بيروحوا له الشركه وبيتكلموا معاه، وهو بيكون مطبق بقى له كام يوم من كتر التعب وما نامش خالص. فبيبتدي بقى يهرتر ويخرف ويقول اي كلام وبيقول لهم ايه رايكم نجيب بخاخات ونموت كل الحشرات ومبقاش في حشرات خالص ونبقى عايشين في راحه. الكلام ما بيعجبهمش والحشره بتروح كده على اول واحد بيقوم يضربه وبيتضايق جدا. بتروح على تاني راجل اعمال بيروح يضربه ويبتدي يضرب فيهم كلهم وبيمسكهم يضربهم كلهم. بيقولوا ده شكله مجنون ولا ايه ده اللي هنموله، وبياخدوا بعضهم وبيمشوا. وبيجي له تليفون هنا ان الضرايب جاي له في السكه، بيبتدي يكلموه وهو بيتضايق جدا فبيجري بقى على خزنه الفلوس هنا وبيحاول يفتحها. هي مش عاوزه تفتح، فزي ما انتم شايفين كده بيحاول يولع في المفتاح مش عارف. فالراجل الدبانه هنا بيجي له في ثانيه الا ثانيه وبيقعد يضرب فيه، وهنا بيبقى متضايق جدا والخزنه بتاعته بتولع وبيبقى فقير جدا ومش معاه اي فلوس وبيبتدي يعيط ومخنوق. فبيفتكر الراجل اللي قال له هتبقى فقير وكل حاجه عندك
هتولع حتى فلوسك. وبيجري كده على المكان اللي قابله فيه، فبيقابله فبيحكي له انت عرفت ازاي. بيعرف اللي هو دجال وبيبتدي يتكلم معاه وبيقول له طب شوف لي اي حل. بيقول له كل حاجه ليها حل، تعالى ورايا. بيبتدي يحكي له ويفهمه ويقول له الراجل الدبانه اللي عمال يطاردك دوت اللي هو ابن الجيران اللي انت قتلته، وروحه دخلت في دبانه وبيطاردك وعاوز يموتك. وبيبتدي ياخده ويحضر ارواح شريره، والارواح دي بتحضر في هيئه طيور شريره، وبيبتدي يطارده كده الراجل الدبانه وبيجروا وراه وبيبقوا عاوزين يموتوه. انما الراجل الدبانه بيعرف ازاي يخلص منهم، وفجاه المكان كله بيتقفل وبيولع في المكان، والمكان بيتملي دخان ومحدش عارف يخرج خالص ولا هو ورا الراجل الساحر اللي معاه. وهنا بيبتدي يكسر الباب ويروح الشركة بتاعته ويراجع الكاميرات ويشوف كل حاجة، وبيعرف اللي أمر مع الراجل الدبانة وكانت بتحاول تفتح له فتحة عشان يخش كده. فبيتضايق جدا وبيحاول ينتقم من الاتنين، وبيجيب قمر عنده المكتب وبيمسكها يقعد يضرب فيها وبيعرف كل حاجة منها. هنا اللي بيحضر مين؟ الراجل الدبانة. بيشوف الموقف كده بيتضايق جدا، بيجيب إبرة وبيدخلها في رجله. هنا الراجل بيسيب قمر وبيبقى متضايق جدا ومش عارف يعمل ليه. وهنا الراجل الدبانة بيمسك إبرة وبيجري عليهم كلهم، بيحدفها عليهم وبيحدفها على مين؟ على راجل الأعمال. وراجل الاعمال بيمسكه كده وبيبقى فرحان وبيقول لهم مسكته، وبيبتدي يعذبه كده زي ما انتم شايفين، وبيقطع له جناحه وبيبتدي يعذب فيه كده. وهنا بقى بيشوف المدفع وبيجي له فكره جهنميه اللي هو بقى هيضحي بروحه ويدخل جوه المدفع دوت ويموته. وفعلا بيبقى فيه بارود كده وقع من المدفع، فبيبتدي يغرق نفسه فيه، وفي عود كبريت مولع بيجري بقى يولع نفسه كده، وبيخش جوه المدفع وبيطلع منه بقى طلقه كده اهوت زي ما انتم شايفين بتدخل فيه وتموته. ومش كده وبس، الطلقه بقى بتعدي منه بتطلع من الجنب التاني وبتدخل جوه انبوبه اكسجين وبتولع المكان كله والدنيا كلها. وهنا الراجل الدبانه بيموت. وهنا بتبقى ماشيه كده اهوت واحد بيعكسها، وبنشوف بقى الراجل الدبانه روحه دخلت في دبانه تانيه وبيجي يغلس عليهم كلهم، وبيبقى ماسك مسمار كده وبيكتب لهم اي حد هيعرضها هحط عليه. وهنا الفيلم بينتهي. طبعا عاوزك بقى تقدرني وتقول لي ايه رايك في الفيلم، وما تنساش اشترك في قناه اسمع فيلم وقول لي ايه رايك في الكومنتات، ونقعد نتكلم انا وانت سوا كده اهوت. اهلا ومرحبا بيكم، جايب لك فيلم بقى من الخيال والمتعه والاثاره والتشوق جامد جدا فوق ما تتخيل، لدرجه ان انا ممكن اتفرج على الفيلم ده كذا مره وما بزهقش منه خالص. عاوزك وانت بتتفرج معايا كده على الفيلم تنزل تشترك في القناه بسرعه، قناه اسمع فيلم، وتقول لي ايه رايك في الكومنتات. يلا بينا نبدا الفيلم. الفيلم بيبدا بمركبه فضائيه راحت الفضاء كده ورجعت بعد فتره راجعه متكسره واللي فيها ميتين وفي حاجه غريبه، وبينزل منها كائن وبيدخل في جسم حد تاني وبيتاقلم عليه، وبتبتدي تمشي كده تروح المدينه. وهنا بقى الصحفي دوت بيبتدي يصحى من النوم كده اهوت وهو عايش مع حبيبته وعايشين عيشه كويسه جدا. بيروح المجله بتاعته ومديره بيطلب جايب لك فيلم اكشن من العيار التقيل. بس قبل ما تتفرج عليه ونبتدي فيه مع بعض عاوزك تنزل بسرعه تشترك في قناه اسمع فيلم وتقول لي ايه رايك في الفيلم وانت بتتفرج عليه كده اهوت في الكومنتات. يلا بينا نبدا الفيلم. بيبدا الفيلم مع قطر ماشي في الصحراء، وفي ست كبيره قاعده تلعب مع احفادها وعماله تحتفل معاهم، وبتروح للاتنين الجارد ده بتتكلم معاهم وبتقول لهم خلي بالكم الباب دوت في جواه تاج ملكي، خلي بالكم منه كويس، ويا ريت تقفلوا الستاير عشان ما حدش يخش ولا يطلع. فهم بيقولوا لها احنا حاميين وما يمنوح اي حد يطلع ويدخل، وبتسيبهم وبتروح تكمل احتفال مع الاطفال. انما هنا بقى الحرامي نازل بالباراشوت، وده مش اي حرامي، طالما حط حاجه في دماغه هيجيبها يعني هيجيبها. وبتروح لهم تاني وبتقول لهم افتحوا الباب، وفجاه بيتفاجئوا الاطفال جايين وهي جايه معاهم، فبيبصوا بيقولوا لها انت لسه داخله، فبتقول لهم ازاي افتحوا الباب بسرعه يبقى في حاجه. فبيفتحوا الباب فبيلاقوا الحرامي سرق التاج وسايب الحرف بتاعه، وبيطلع فوق بقى عاوز يهرب كده وبيطلعوا وراه عاوزين يضربوه، وهنا بينط من القطر وبيهرب. ومعانا بقى هنا الضابط حنبلي. ايوه انا سميته حنبلي ليه بقى؟ على طول بيحط نفسه في مشاكل وما بيطلعش، انما على طول اللي بينقذه من المشاكل دي كلها صديقه مالك، اقوى ضابط في الهند ممكن تشوفه، الضابط اللي مفيش اي حاجه بتقف قصاده. ودي بقى احلى واحده فتاكه ممكن تشوفها، هي اللي ماسكه القضيه ديت، بس القضيه شكلها تقيل عليها لدرجه غبيه جدا. قامت استدعت اكبر ضابطين جامدين جدا عشان يساعدوها في القضيه ديت، وبتبتدي تقول لهم المعلومات اللي عندها وتقول لهم احنا قدام حرامي قوي جدا فوق الغايه، على طول عمال يسرق وبيسرق حاجات قيمه جدا، تحف والماظ، وما بيسرقش اي حاجه، وعلى طول بيسيب التوقيع بتاعه. فاحنا بنتعامل مع مجرم جامد جدا محدش عارف لحد دلوقتي يمسك عليه
اي غلطه وما بيعملش كده السرقه، ممكن سرقتين 3 كبير قوي في السنه. وعشان كده بقول لكم السي دي بتاعه اللي قدامي اللي هو مجرم جامد جدا. الظابط بيقول لها هو بيسرق اي بلد، يعني كل سنه بيسرق بلد مختلفه ولا لا؟ فهي بتقول له لا طبعا، اللي بيجي في دماغه بيعمله، ده مجرم مجنون جدا. ومالك قاعد بيسمعها وبيقول لها لا طبعا، وبيكلمها بثقه كده وبيقول لها هو عاوز يعمل توقيعه على الخريطه وكده فاضل له بلد فهيروح يسرقها، فاحنا المفروض هناك نعمل له زي الكمين ونستناه ونجيبه. وطبعا لازم نبقى سابقينه بخطوه، طالما هو ذكي كده احنا لازم نروح قبليه ونعمل احتياطاتنا كلها. وهنا بيبقى قاعد بيعمل دراسه للسرقه اللي هيسرقها، وهنا هما الاتنين بيتكلموا مع بعض وهيروحوا بالليل يحتفلوا وعمالين يهيصوا ويغنوا زي ما انتم شايفين. وهو هنا بيروح وخلاص وظبط نفسه بيعمل مكياج عشان يطلع. وهنا بيكون في متحفين فشاكين هو يسرق انهي واحد فيهم، ومالك بيبقى قاعد في متحف معين عشان في حاجات قيمه جدا. انما بقى على مين زي ما انتم شايفين كده وهو متنكر وقاعد واقف في وسطهم كده ومحدش واخد باله خالص. واحد هيقول لي بقى متنكر ازاي؟ ايوه زي ما انت شايف كده واقف في وسط التماثيل ومتنكر ومحدش واخد باله خالص، ومشغل عربيه كده عمال يوجهها بقى كده، والعربيه دي اللي هتخلص له كل المهمات، وماشيه على ايه؟ على جانب اسود كده اهوت محدش واخد باله خالص. وشال الالماظه زي ما انتم شايفين وقام خد بعضه ومشي. فهنا مالك بقى بيتكلم مع المدير وبيقول له ده جامد جدا، فبيقول له باين عليه غالي جدا. اما قال له كان حلو واللي لابسه كانت احلى. اما قال له امال ايه اللي حصل؟ اما قال له كانت بتخانق مره مع جوزها وقامت جايه حاتفاه بيها والجوهره اللي كانت فيها قامت جايه واقعه. فهنا مالك بيعرف اللي هو مش هيسرق هنا خالص والعقد ده ملوش لازمه وهيروح يسرق الجوهره. فبيكلمهم ويقول لهم خلي بالكم الحرامي في الفندق التاني وانا جاي لكم في الطريق، قفل كل البيبان وما تخليش حد يخرج. فهنا بيخبط في عامل النظافه فبيقول له في ايه؟ قال له خبطت في عامل النظافه. قال له ازاي؟ انا مدي لكل العمال اجازه، وقفوا بسرعه. فقام جاي موقفه بيقول له ايه اللي جابك هنا النهارده؟ فبيقول له شغال. قال له انت في اجازه. قام قال له الكارنيه بتاعك كده. قام قال له خلاص ماشي خد الكارنيه اهو. وهو بيديهوله قام جاي دايس على سائل كده منزله وقام جاي اداله الكارنيه بتاعه. بيقول له اسمك فين؟ قام قال له ايه؟ قال له اسمك فين؟ قام قال له في ظهر الكارنيه. بيبص كده على الحرف بتاعه بس كان خلاص الماده كلت الغطا وهو نزل بقى من النقط وطلع من الجنب التاني، وكلهم بيطاردوه محدش عارف يمسكه. ودخل كده بيجري في وسط ناس سبق وابتدى يهرب منهم. وهي هنا زعلانه جايبه اللوم كله عليه وعماله تقول له كان في ايدك ازاي يهرب؟ فهو بيقول لها كان في ايدك انت كمان وهرب ازاي؟ قامت قالت له احنا هنقعد انا وانت نتكلم وهو زمانه مسافر. وفعلا بقى هو مسافر، فلقى واحد عمال يقول لها انا عاوز اسافر باي طريقه، تقول له التذاكر خلصت. عمال يقول لها انا ورايا بطوله لازم اسافر، وهي ولا بترد عليه. وهو هنا سامع بقى في النشره ان الحرامي هيروح يسرق من المتحف اكبر واغلى سيف. فهو استغرب ازاي مسافر وازاي هيعمل كده، فقال طيب والله لا انفذ لهم اللي هم عاوزينه. وقام ادى التذكره لواحد كده هوت اللي هو كان عمال يدور على تذكره، وقال له روح حقق حلمك. وهو في الجانب التاني راح عشان ياخد السيف ويشوف هو فعلا كمين ولا ايه. وفعلا ما بيكدبش خبر، بياخد بعضه بيروح وهم هناك بيبقوا عاملين فعلا كمين كده وهم ما بيهموش. بيدخل جوه انما في واحده تانية كده بتكون رايحه هي اللي هتسرق الكلام ده. فبيقول لها عندك استني انت لو دخلتي كده وسرقتي بص ايه اللي هيحصل لك، في ليزر هنا هوت مأمن المكان كويس، لو دخلتي فيه هيقطع لك ايدك ورجلك وكل حاجه. بص العمله دي ايه اللي هيحصل لها. واول ما رماها كده هم في ثانيه الا ثانيه جم. قال لها الخطه كالاتي، اول ما اقول يلا هنجري على طول، وهي ما بتسمعش منه وبتجري كده على طول وهو بيوطي والليزر بيموتهم كلهم. وهنا الظابطه بقى جامده جدا وبتوقفها، انما هو بيطير وبيضرب الظابطه وبيقوم جاي واخد البنت في حضنه ونازل. وطبعا اول ما بتبقى لوحدها بتغير هدومها كده وبتشيل على وشها وهو بيتسحر كده بيفضل باصص لها ومش عاوز يشيل عينه من عليها وبيقول واو. تقول له واو ايه؟ انا مش مصدقه نفسي، انا واقفه قدام اكبر واحسن واحد، انت على فكره مثلي الاعلى، انا على طول كنت ببقى نفسي زيك اسرق من بلد لبلد ومحدش يعرف يمسكني، وما صدقتش نفسي اللي انت تبقى معايا دلوقتي. فبقول لها ايوه وبعدين ايه المطلوب مني؟ عاوز افهم. فبتقول له مفيش، انا وانت هنبقى شركاء وهنبقى اقوى اتنين واجمد اتنين في العالم. فبيقول لها لا انا عاوز اقول لك اول درس عشان انت شكلك كويسه، الحرامي ما ينفعش يبقى له شريك. فبتقول له بس انا مش اي شريك، انا جامده جدا فوق ما تتخيل. فبيقول لها لا انا هاخد السيف ده وامشي. فبتقول له خده على العموم انا عارفه اللي انت هترجعني وانت شفت شغلي
وانا مفيش زيي خالص، ونفسي ابقى معاك وانا وانت نبقى جامدين ونكسر الدنيا كلها. فبيقول لها لا انا ما بحبش الشراكه. فبتقول له هتندم. بيقول لها انا عمري ما اندم، وسابها ومشي. فقامت جايه قايله واو شكله تقيل جدا، وانا بحب النوع الرجاله دوت وهعرف اجيبه. وقعدت تهيص وترقص وهو كان بيراقبها. فوهي خارجه كده وماشيه لقيت واحد بيلعب نفس اللعبه اللي هي بتحبها بالظبط. قعدت تراقبه وهو بيلعب وتبص كده وتنط معاك انها هي اللي بتلعب وعجبها. وهي ماشيه كده لقيته بينده عليها وبيقول لها انت بتلعبي نفس اللعبه دي؟ بتقول له ايه ده انا جامده جدا فوق ما اتخيل. قال لها لا ما فيش حد زيي. قامت قالت له هنشوف، هنلعب جيم ونشوف مين فينا اجمد. وابتدت تغير هدومها كده وبيلعبوا هما الاثنين وباصين في عين بعض. وخدت منه الكوره وقامت هوبا جابت في جون في ثانيه الا ثانيه. قام هو جاب فيها 5 6 7 8 تجوان. وبيقول لها انا شايفك متنرفزه وانت بتلعبي. على فكره لعبتنا دي ما ينفعش نبقى متنرفزين فيها ولا اي حاجه خالص، لازم تركزي وقبل ما تعملي اي حاجه طلعي الطاقه السلبيه اللي جواكي. فبتقول له خلاص اتفقنا. فبيقول لها لا ما اتفقناش. فبتقول له ازاي مش عاوزني ابقى معاك برضو؟ فبيقول لها انا عشان ابقى معاكي هتفضلي معايا طول العمر، عمري ما هسيبك ولا اي حاجه خالص، وانا صعب وعاوزك تبقى خيالي وضلي. فبتقول له صدقني هبقى خيالك وضلك، واي حاجه تامرني فيها وتعوزها هتلاقيني فيها. اما قال لها خلاص اتفقنا. وقاموا جايين مسلمين على بعض. وقامت سابته ومشيت وراحت السينما كده. ومين بقى؟ الظابط مالك بتسلم عليه وقاعدين مع بعض بيتفرجوا على الفيلم. طلعت خاينه يا صاحبي، ما كلهم خاينين، بس قشطه بيس مش هو ده موضوعنا. قامت بتقول له انا عرفت اخليه يثق فيا واخليه يقتنع ان انا هبقى معاه، بس عاوز اعرف لو مسكني هيعمل ايه. بيقول لها لو مسك هيعلقك، هيعمل فيه هيقضي عليكي. فجاه كده بتلاقي واحد جه قاعد جنبها، واول ما بيتكلم بتعرف اللي هو ما بيعرفش اللي هي قاعده جنب الظابط. بيديها الفشار ده وبيقول لها امسكي الباسبور جوه بكره هنسافر. فبتقول له خلص قشطه. وهم ماشيين كده راحوا سافروا، وطبعا الظابط بيبقى مسافر وراهم. وفجاه هي بتاخد دش وبتطلع بتلاقي هو جايب لها ظرف وفستان وبيقول لهم البسيها وانزلي. اول ما بتنزل كده بتلاقيه هو مطقم ومجهز العشاء وقاعدين بيتعشوا وبيتكلموا. وبيقول لها انا حاسس الاكل مش عاجبك، لو مش عاجبك قولي عادي ممكن اعمل لك سندوتش تجربي. فعلا عمل لها السندوتش وكلته. فقالت له ايه ده انت في الاكل جامد قوي ما يبانش عليك. فقام ابتسم وضحك كده وقام قال لها على فكره انا جامد في اي حاجه. قامت سابته وقامت خرجت بره. قام ابتدى يخرج وراها. فقام قال لها انا عاوز اسالك سؤال. فقالت له اتفضل. قال لها انت قاعده معايا ومش خايفه كده ولا اي حاجه؟ تقول له انا عمري ما خفت منك، انا بستريح وانا بتكلم معاك، بالذات لما ببص في عيونك كده بحس براحه غريبه مش عارفه ليه، وبحس بثقه وامان كده. بس انا عاوز اسالك سؤال هترد عليا بصراحه؟ قام قال لها اتفضلي. قامت قالت له انت كمان بتثق فيا زي ما انا بثق فيك؟ قام قال لها اطلعي نامي وبكره نبقى نتكلم. فعلا طلعت نامي. وتاني يوم صحي كده قاعده مستنياه. فلقيته جاي لها بقى بشكله الطبيعي. فقامت قالت له ايه ده انت شكلك متغير خالص. قام قال لها من النهارده عمري ما هغير شكلي ولا هبقى واحد تاني خالص، وهبقى معاكي في كل حاجه كويس، بس عاوزك تثقي فيا. انت بتثقي فيا زي ما انا بثق فيكي؟ قامت قالت له طبعا. قام قال لها طب لو بتثقي فيا نطي من هنا. قامت قالت له انا اعمل المستحيل عشانك. قامت اتفقت معاه ومسكت ايديه وبتنط معاه كده. قام هو مطلع الحزام وقام جاي رابطها. فبيتكلم الظابط مالك وبتقول له تعالى لي حالا. فعلا قام هما الاثنين اتقابلوا. فبتقول له انا عرفت كل حاجه عنه وكمان عرفت شكله الحقيقي ايه. فبيقول لها انا مش عاوز اعرف ولا شكله ولا اسمه ولا اي حاجه خالص، انا عاوزه يعمل عمليه كبيره كده تكون جامده وامسكه متلبس وانت اللي هتساعديني فيه. قامت قالت له خلاص قشطه وبعد ما اعمل كل دوت هتشيل الاحكام من عليا. قام فضل ساكت كده وما ردش عليها. قالت له انا عاوز اقول لك على حاجه، بالرغم اللي هو حرامي بس قد كلمته كده. قام قال لها قد كلمته ها وبعدين؟ قامت قالت له اما بيقول على حاجه ما بيخلفش. قام قال لها انا شايف اللي انت معجبه بيه، طب انت عاوز تفضلي معاه ولا تفضلي معايا؟ قامت ما ردتش عليه وخدت بعضها ومشيت. راحت بقى قابلت الحرامي. فهم الاثنين ماشيين كده ودخلوا المتحف. فبتقول له ايه اللي جابك هنا؟ فقال لها انا عاوز اوريك احنا هنسرق ايه. فبتقول له طب هنسرق ايه هنا؟ قام قال لها بصي ده اللي هنسرقه. فبتقول له انت جايبني عشان خاطر الجنيهات الذهب دي؟ فقام قال لها دي مش جنيهات ذهب، دي اول عمله البشر مسكتها. فقامت له عادي يعني طب يطلعوا كام؟ قام قال لها يطلعوا 200 مليون دولار. قامت له ايه هنسرقهم امتى دلوقتي ولا ايه؟ فقام قال لها ماديه حقيره بس عجباني. فقام ابتسمت كده وقامت خدت بعضها وراحت للظابط. وقامت قالت له على فكره بكره هنروح نسرق المتحف انا وهو، واللي هيحصل فيها ياخد الجنيهات الذهب. اما قال لها طب خد الجهاز التتبع ده خليه معاكي. وهو بيبص عليهم كده من بعيد وكان مراقبهم، وهي قاعده كده مع نفسها وعماله تفتكر اللحظات ديت وقد ايه هو بيثق فيها. فهو دخل عليها كده المطبخ فلقاها بتعمل حاجات. فبيقول لها بتعمل ايه؟ فبتقول له بعمل قهوه. اما قال لها طب استنى اساعدك. فقعد عمال يعمل معاها وعمال يتكلم معاها. فبقول لها مش عارف انا خايف جامد قوي من بكره، واول مره خايف كده. فهي بتقول له خايف ليه؟ فبيقول لها ما اعرفش، اللي انا عارفه اللي انا عاوز اخرج دلوقتي. فبياخدها ويوديها الحفله. ومين اللي بيكون
يكون هناك مالك. اول ما بيشوفه على طول بيبتدي يفتكر شكله، بيروح يقف جنبه كده وبيقول له عاوز اعرفك على نفسي. فبيقول له مين؟ بيقول له انا مالك. بيقول له وانت مين؟ بيقول له انا الحرامي. فبيبتسم وبيضحك. فبيقول له طب انا عاوز اسالك سؤال، لو ما كنتش حرامي كنت هتشتغل ايه؟ قام قال له ما ينفعش. انت لو ما كنتش ظابط هتشتغل ايه؟ قام قال له واو، رد مقنع. فقام ضحك كده وقام قال له طب بجد لو انت مش ظابط تشتغل ايه؟ قال له ما ينفعش، انا شغلتي اللي انا ظابط وهقبض عليك بكره. فقام ضحك كده وقام قعد يرقص. تاني يوم قام قعد يتكلم معاها وقام قال لها انا عاوز اقول لك على حاجه، انا اول مره اثق في حد واندم بسببك انت. الظابط عرفني وقعد يتكلم معايا امبارح، وانا عمري ما كان حد هيعرفني، بس بسببك انت كل ده حصل. بس عاوز اقول لك على حاجه، تعالي هنا كده، انا لو هموت احب اموت على ايدك. انا هحط هنا طلقه واحده واضربيها عليا وموتيني. فقامت قالت له انا الخاينه، فالمفروض انت اللي تقتلني. اما قال لها انا لما اقول على حاجه هتسمعي الكلام. فقامت قالت له المفروض انت اللي تموتني عشان انا الخاينه. فقام قال لها حاضر، وقام جاي رافع المسدس وقام جاي ضارب، ما ماتتش. اما قال لها اضربي، قامت اتخضت وقامت جايه رافعه المسدس وضربته، ما حصلش حاجه. قامت جايه منزلاه وهو خد المسدس وضرب، ما حصلش حاجه. الدور هي عليها دلوقتي ودي اخر طلقه، فبيديها لها كده اهوت وبيقول لها اضربي، دي اخر طلقه والدور عليكي، وريني هتعملي ايه. بس عاوز اقول لك على حاجه، انا كنت شخص كنت وحش جدا، كان فيا كل العبر، كنت بسرق، بعمل كل حاجه. ان لما شفتك اتغيرت جدا، بجد حبيتك من كل قلبي واتمنى ان انا اموت على ايدك. فقام جاي رفع عليه المسدس وقام قالت له انا بحبك، وقام جاي ضربه نفسها. فهو قام جاي واخد الطلقه وكده وقام جاي رافعها وقام قال لها على فكره ما كانش فيه طلق، بس بجد انا بحبك قوي، واللي انت عملتيه اثبتي لي قد ايه انت بتحبيني. فقامت قالت له على فكره انا مش بحبك، انا بموت فيك. قام قال لها وانا بعشق امك. وقام جاي واخدها بالحضن كده وقام قال لها يلا نبدا العمليه. طبعا هما الاتنين بيكونوا متنكرين ومحدش عارفهم، وبيرموا كيس فيه حشرات والاطفال بتعمل دوشه وبيطلعوا يجروا، والظابط مالك بيلاقوا الحرف بتاعه كده وبيعرف اللي هم عملوا العمليه وجري. فهي بتكلمه وبتقول له انا اخترت ابقى مع الحرامي قد كلمته وراجل. فبيقول لها هجيبكم يعني هجيبكم. بياخدوا بعضهم وبيمشوا وهو بيراقبهم وبيعرف مكانهم، وبيروح هناك بيفضل يضربوا ببعض. وهنا الظابط حنبولي بيضرب طلقه فكلهم بيقفوا. فهو هنا بيقول له عاوز اسالك سؤال، فبيقول له انزل على الارض وارفع ايدك لفوق. فبقول له هسالك سؤال واحد. فبيقول له اتفضل. فقال له عمرك حبيت حد وطلع خاين؟ قام قال له يعني ايه؟ قام قال له انا حبيت واحده وطلعت كدابه جدا، مع اني كنت بحبها وبموت فيها، بس في الاخر طلعت خاينه وسلمتني. والدمعه بتنزل من عينه كده وهي بتطلع المسدس وبتضربه كذا طلقه. فبيقول لها ليه عملتي كده؟ ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ فبتقول له بجد ده اكتر واحد انا حبيته، ومش هستنى يقول عليا خاينه ولا يقول عليا اي حاجه. وبياخدوا بعضهم ويمشوا، وهي بتروح كده تفتح مكان اكل، وبيكون شريكها مين بقى؟ الحرامي. على فكره هو ما ماتش، دي كانت خدعه وهما الاتنين عاملينها. والخدعه الاكتر بقى بيكون مالك مراقبهم وعارف كل حاجه، فبيروح لهم كده والحرامي بيقول له خد كل حاجه دي سرقتها، بس بجد انا حبيتها بجد، وبجد عمري ما حبيت حد زيها. ففي زباين بتيجي تطلب حاجه فبيقول لهم ثواني والحاجه بتكون عندكم. فبيقول للحرامي على فكره اللي انا كنت براقبه خلاص شخص مات، انما اللي قدامي ده شخص جديد، بس لو عرفت اللي انت رجعت تاني دلوقتي هتزعل مني. وهنا الفيلم بينتهي. عاوزك تقول لي ايه رايك في القصه، وعاوزك تقول لي اشتركت في القناه ولا لا، قناه اسمع فيلم، وقول لي ايه رايك. وما تنساش لو نفسك في اي فيلم قول لي عليه في الكومنتات، واشوفك في قناه اسمع فيلم. بص بقى جايب لك فيلم هيعجبك بطريقه غبيه جدا فوق ما تتخيل، بس قبل ما تتفرج عليه كده عاوزك تنزل تشترك في قناه اسمع فيلم وتقول ايه رايك فيه. وهنا يبدا الفيلم والمساعد بيقول للظابط بقى في مشكله عندنا. بيقول له ايه المشكله اللي عندك؟ بيقول له الطياره وقعت في الحدود بتاعه الصين وهنعمل احنا ايه يا فندم؟ بيقول له عادي ما فيش اي مشكله، قول لهم باللي حصل. فبيقول له مش هينفع عشان الطيار بتاعنا مش لاقيينه، ولو مسكوه هيفتكروه جاسوس وهيعذبوه. فما قال له مين الظابط ده؟ ما قال له ده اكفأ ظابط عندنا. قام قال له طب انا هعرض المشكله ديت على اللي فوقيه على طول على الوزير. قام راح للوزير كده، الوزير بيقول له خير ايه المشكله؟ قام بيقول له في طياره حصل فيها كذا كذا وقعت في الحدود الصينيين. قام قال له خلاص سيبك منها. قام قال له ازاي ده فيها واحد من رجالتنا؟ قام قال له يعني واحد من رجالتنا ولا مصلحه البلد؟ قام قال له لا مصلحه البلد طبعا، بس ده مش اي ظابط، ده ظابط قران، يعني ده بقى بص بندوزر كده متميز في كل حاجه، طالع الاول في كل حاجه، في التدريبات، في اللياقه، في كل حاجه، مواطن بمعنى كلمه مواطن، مش هينفع نتخلى عنه يا فندم. قام قال له سيب المشكله دي طيب وانا هحاول احلها. وهنا بقى من الجنب التاني بيمسكوا الظابط وبيعذبوه وبيقولوا له اعترف بقى اللي انت جاسوس، اعترف بقى بدل ما نعذبك ونوريك ايام عمرك ما شفتها. قام قال له الزم حدودك بقى واعرف انت بتتكلم مع مين. قام قال له اعترف
ايه اللي حصل؟ قام قال له الطياره اللي انا كنت راكبها مجرد اللي انا ما عرفتش اسيطر عليها فوقعت عندكم. فقام قال له ازاي الطياره ما فيهاش اي خدش؟ قام قال له انا قلت اللي عندي. قام قال له طب تعالى بقى وانا اوريك اللي عندي. وزي ما انتم شايفين كده علقوه من كرسي بقى، مش هينفع اقول لك علقوه منين. وقام زي ما انتم شايفين عاملين يعذبوا فيه بطريقه غبيه جدا فوق ما تتخيل. بس كل الكلام ده مش هيأثر معاه، طبعا ده واحد مش صعقه يعني، بص شاف تدريبات فوق ما تتخيل. فواخدينه بقى هنا هوت ورايحين يعدموه زي ما انت شايف وماشيين بالعربيه. بس هو جات له بقى فكره جهنميه، قام جاي واخد السكينه كده وقام جاي بقى ايه قلب العربيه زي ما انتم شايفين كده، والاول والتاني والتالت، وقام جاي واخد العربيه ونزل منها وطلع يجري. وفي الجنب التاني بقى زي ما انتم شايفين قام راح لابو البنت اللي هو بيحبها. فقام قال له بقول لك ايه يا عمي انا جاي اخطب بنتك. فقام قال له ايه اللي انت بتقوله ده؟ قام قال له ما تخافش انا عايشه احلى واحده في العالم كده واخليها احسن واحده. فقام قال له بقول لك ايه هو مفيش حكومه ولا ايه؟ ما تتكلم يا عم الظابط يا اللي جاي معاه. قام قال له اتكلم اقول ايه؟ هو بيحبها وجاي يتجوزها وانا ما ينفعش اتكلم ولا اتدخل في الامور ديت. فالبنت جت كده فقامت له ايه ده؟ ايه اللي جابكوا هنا؟ ايه اللي جابكوا ببيتي؟ وابو عين وحشه كمان موجوده معاهم. فقام قال لها اهلا انا جاي اتجوزك. بتقول له تتجوز مين انت؟ يالا انت يالا انت انت عارف انا مين الاول؟ فقام بيبص لها كده وقام قاعد يضحك وقام قال لها لا انا هتجوزك بدل ما اخطفك واموت لك ابوك دوت واحزنه عليك. قالت له انت ما تعرفش تعمل اي حاجه خالص. فابوها قام بص لها كده وقام قال لها خش جوه يا بنت. فقام قال لها لا بجد راجل. فقام قال له بقول لك ايه انا هتجوزها بدل ما اخطفها واموتك ولا انت تحب ايه؟ وقام خد بعضه كده ولبس النضاره ومشي. صاحبتها ماشيه معاها فبتقول لها انت هتتجوزها ابو عين وحشه ده ولا ايه؟ فقامت قالت له لا ده على جثتي هتجوز مين يا بنتي انت هبله؟ انا ما بطقهوش اصلا هروح اتجوزه، انا ههرب كده وهشوف اي حل بقى تاني. فبتقول لها هتهربي وتسيبي اهلك؟ فبتقول لها ما عنديش اي حل تاني انا هلم هدومي وامشي. وهم نايمين كده قعدت تبص لهم وكانوا صعبانين عليها وخدت بعضها ومشيت. فرجالتها بقى رجالته هو شايفينه وقاموا جايين قعدوا يراقبوها كده وخدوها كده شدوها وقعدوا يضحكوا عليها وهي ماشيه كده خبطت في الظابط فبتقول له الحقني. فقام بيبص لها كده ومستغرب فبيقول في ايه؟ فبيقولوا يلا امشي من هنا. فقال لهم انا مش فاهم في ايه بس ما ينفعش واحده تستنجد بيا واسيبها كده، سيبوها ويلا امشوا وانتوا في حالكم وهي في حالهم. فقام بيقولوا له لو ما مشيتش هنكسر عظمك. فقال له خش عليه. فداخل عليه كده اول واحد اداله بالرجل طار. فقال لهم كلكم عليه. فقام جاي ماسك الاول اداله كده برجله واخد التاني والتالت والرابع والبت بتبص ومستغربه في ايه. وزي ما انتم شايفين كده ما حدش هيقدر عليه، عمال يدب فيهم كلهم والجنب التاني خد البنت وماشي. فطلع يجري وراهم وعمل حركه بقى من فوق العربيه كده وقام جاي دب فيهم تاني. والبت عماله تبص عليهم مستغربه بتقول هو في كده؟ ايوه في كده. وعماله تدب فيهم وبتقول له ايه اللي انت عملته دوت؟ فقام سابها ومشي. بتقول له لا انت ما تسيبنيش انت مش عارف ايه اللي هيحصل وهيحصل لك، يلا نمشي من هنا. فبيقول لها انت طريق غير طريقي. فقامت قالت له تعالى بس انا رايحه في اي حته. فقامت جايه راكبه معاه كده وفرحانه بقى ودوت عمالين يحكوا له على اللي حصل وعمال يضحك وهو مش مدي اهميه وواخد بقى اللي هو هيروح يكسر له عظمه. فبيقول له احنا عاوزين نروح نخليه عبره لغيره. والبنت ماشيه وفرحانه وبتقول يا رب بقى اخرج من اللي انا فيه ده واطلع من اللي انا فيه. وعماله اتكلمه وهو ما بيردش عليه. واول ما طلعت من الحدود قامت جايه قلعه بقى كده زي ما انتم شايفين وفرحانه وعماله ايه ومش مصدقه نفسها كده وهو مش عاوز يرد عليها خالص. وعماله تقول له انت يا عم الكش رد عليا انا مش مصدقه نفسي. وتقول له انت شكلك مش من هنا. عمل لها ايوه انا من حته تانيه. فبتقول له عشان كده ما كنتش خايف منه. فمره واحده كده بقى بتلاقي الرجاله واقفه في الطريق وهو قاعد على نص العربيه وبعت له الراجل يطلع يجيبه من فوق وهو بيبص له كده وبيقول له ايه اللي انت عملته ده في رجالتي؟ فبيقول له انت بقى اللي الناس كلها خايفه منك. فبيضحك كده وبيقول له انت شكلك ما تعرفنيش. اما قال له خلاص ايوه ما اعرفكش. اما قال لها تعالي هنا. قالت له ولا هجيلك ولا اعبرك. اما قلع كده النضاره وقام قال لها بقول لك انا ما بحبش اكرر كلامي كتير. ولسه ما خلصش الكلمه قام ده اتنرفز وجري عليه وقام جاي مديله بالرجل كده وخد البت ونط في الميه. ايه ده؟ ايه اللي انت فيه ده؟ وكلهم عمالين يضربوا عليه بالنار وده بقى عمال يضحك. قام راح جابه من العربيه كده وقام قال له انت بتضحك عليا؟ ايدك اهيت. وقام جاي مديله طلقه فيها وقام قال لهم بقى اسمعوا انا هجيبه واخليه عبره ليكم كلكم وهوريكم انا هعمل فيه ايه. مش هموته بس هعذبه وبعد كده هموته. وهو هنا بقى خدها وجري في الميه كده وهي مش مصدقه نفسها بتقول له انا مش مصدقه نفسي على اللي انت بتعمله معايا دوت. فبيقول لها سيبك من اللي انا بعمله معاكي وايه حكايه دوت. فبتقول له دوت شيطان ده اتولد كده زي ما انت شايفه وكبر وعمال يعذب في الناس كلها. جه ظابط قبليك هنا هو القريه وقام جاي خده وقطع له دماغه بالمنشار ومحدش قادر عليه خالص زي ما انت شايف كده. هو بيتاجر في كل
كل حاجه تتخيلها وما تتخيلهاش، بيخلي كل الناس تشرب كده وتقعد تشم، بيبيع مخدرات وبيبيع اسلحه وبيبيع كل حاجه، حتى الخمور بيبيعها، حتى الدواء بيجيب دواء فاسد وبيبيعه، محدش قادر عليه خالص زي ما انت شايف. فبص له كده ومستغربه وبتقول له انا مش عارفه اعمل ايه. قال لها تعملي ايه؟ انت النهارده عملتي كل حاجه. بتقول له ازاي؟ فقام قال لها شوفي نفسك النهارده عملتي ايه، انت كسرتيه، انت خليتيه ملهوش لازمه وكلامه ما تسمعش، وعشان كده هيدور عليا انا وانت وهيحاول يقتلنا احنا الاتنين ويخلينا عبره لغيرنا. فقام بيقول لها كده هوت انا بقى هو ده حياتي، انا هدور عليه بس بطريقتي الخاصه وهقتله. بتقول له انت من مدينه تانية، ايه اللي يخليك تدخل في الدوامه دي كلها وتعمل كده هوت؟ فما قال لها ده قدري، انا كنت في حاجه وجت حاجه تانية خالص، فما ينفعش اشوف الظلم واسيبه. فبتبص له كده وبتستغرب. قال لها انا ضابط جيش، شغلتي ان احارب الاعداء، فما ينفعش احارب الاعداء بره البلد ويكون جوه البلد في اعداء كتير، فدوت زيه لازم احاربهم، ولازم يكون البلد نضيفه اصلا من جوه عشان بعد كده افكر احارب من بره. فقام قال لها يلا عشان قدامنا شغل كتير، هنمشي في الغابه كده بتاع 3 كيلو لحد ما نعمل خطه كده ونشوف هنفكر هنعمل ايه. ودوت نزل الغابه بقى وداخل برجالته كده وبيفكر اللي هو هيجيبه، وبيقول لرجالته ايه، بقول لك ايه انا عاوزه عايش. احنا بصوا هنمشي كده في الغابه زي ما انتم شايفين، وهنتقسم ل3 مجموعات، انتوا هتمشوا من هنا وانتوا من هنا وانتوا بقى هتمشوا ورايا، واللي هيمسكوا ليه عندي مكافاه كبيره فوق ما تتخيلوا. بصوا هنغنغوا. ده بقى بيبص عليهم وبيراقبهم كده اهوت، والبت بتشوف تعبان بتصوت ودول بيسمعوا الصوت، فعلى طول جري وراهم وشافوهم من صوتهم بقى كده لحددوا هم فين. والظابط بقى خد البت وطلع فوق كده ونزل على اول اداله والتالت وعمال يديله ومحدش هياكل معاه. وده قام ضربه بالرجل كده، قام قال له انت بتضربني انا؟ تعالى. علقه الحزام وقام جايب التوكه وايه وعمال بقى يهزر معاهم كده ويديهم ومحدش قادر عليه. البت بتشوف قدراته بتستغرب بقى كده اهوت وايه، مستغربه من اللي هو فيه ومحدش قادر عليه بقى، وهو كده كأنه بيتسلى معاهم، دي تدريبات من اللي كان بيعملها في الصعقه. والبت بقى ماشيه كده اهوت وطالعه فوق وخايفه، هو بيطلع بقى فوق كده اهوت وعمال يتكلم معاها وعينيها جت في عينه كده، والبت خايفه، قام خد ضمها عليه وبيفرحها كده اهوت، والبت بقت فرحانه. وخد بقى التليفون ده زي ما انتم شايفين كده وبيكلمه، فبيقول له بقول لك ايه، خد رجالتك وامشي عشان ما موتكش زي اللي قبلهم. فبيسمعوا كده اهوت ومستغرب، فبيقول له بقول لك دي شغلتي اصلا، انا ظابط، فشغلتي اللي انا امسك اللي زيك كده اهوت واعلقهم لا اما موتهم، وموتت رجالتك فالدور عليك. فعمال يضحك كده اهوت وبيكلمه وبيقول له بقول لك ايه، انا بحس بالمتعه كده لما بلاقي واحد عنيد وبتسلى عليه انا كمان. وقام جاي بقى ماشي كده وراح الغابه زي ما انتم شايفين، وداخل كده لقى الرجاله كلهم ميتين. الظابط بيقول له ازاي واحد يموت ده كله؟ ده مش بني ادم، ده شكله كده من قوات الخاصه كده او ايه، مش صاعقه. فقام جاي داخل كده عمال بقى يعمل في خيمه ويعمل في حاجات كده اهوت، والبت فرحانه بقى كده وحاسه بالامان وهي معاه، وفي نفس الوقت خايفه عشان التاني معاه رجاله كتير. واليوم عدى عليه وقام جاي صاحي بقى زي ما انتم شايفين كده عمال يتدرب، والتاني بيكلمه بيقول له بقول لك ايه، انت ما عندكش ولا اكل ولا شرب، يعني هتموت هتموت واحنا محاصرينك من كل حته، فسلم نفسك وسيب البنت وامشي، وانت كده كده مش من هنا. قام قال له انا ما اتعودتش على كده، انا شغلتي اللي انا ما هربش من حدود، اجيب اللي زيك واعلقهم. وده عمال يضحك، فقام جاي جايب كلاب كده وقام قال له طب احنا هنجيبك من الكلاب دي، من ريحتك هنجيبك. فالتاني عمال يضحك كده وقام جاي قافل معاه وقال له يلا نبدا المهمه. وده راح كده بيدور البنت مش لاقيها، فعمال يبص عليه شمال ويمين مش لاقيها، فبيبص كده فلاها بتقلده وفرحانه كده. فقام بيقول لها انت بتعملي ايه؟ فبتقول له انا بحاول اقلدك واعمل زي ما انت بتعمل. قام بيقول لها بقى كويس اللي انت بقت تقلديني كده وتعلمتي كام حركه عشان لما اسيبك تعرفي تدافع عن نفسك. قالت له دافع عن نفسي مين؟ انت بتسيب لي حد؟ انا بحاول كده اضرب اي حد انت تسيبه او اتعلم منك كام حركه، انما انت ما بتسيبش اي حد، فبقعد اتفرج عليك كده وببقى معجبه بحركاتك. الظابط بقى بيجي له تليفون من الوزير وبيقول له ما تشوف حل بقى في الظابط بتاعك. بيقول له في ايه؟ بيقول له هرب بقى من الصينيين وخطب بيته وهربان بقى وعمال يقتل ناس كتيره قوي. انت دلوقتي هتجيب قوه من الجيش وهتنزل تقبض عليه. وزي ما انت شايف بقى، وفي الجانب التاني كده هو الشيطان بيبعت صوره لاخطر واحد ممكن تشوفه، فبيقول له صاحب الصوره دوت عاوزك تخلص عليه. فبيقول له قشطه ماشي. المزه اللي معاه بتقول له رايح فين؟ بيقول لها انا ماشي. حط لها قنبله كده وفرتك البيت بتاعها عشان ما حدش يبقى عارف ملامحه. وهنا بقى الظابط بيكلمه بيقول له احنا بعتنا له كذا قوه وبقى متحاصر من كل الاتجاهات. هنا بقى نازلين في الغابه بالكلاب وعاملين يدوروا عليه، وكله عاوز ياخد المكافاه اللي كان متفق بيها.
فيها، وهو عامل لهم فخ من كل الاتجاهات، ونزل بقى عمال يضرب فيهم زي ما انتم شايفين كده، ومعظمهم عمال يموت. وده مستغرب كده، قام جاي جايب حاجه بقى منه وقام جاي مشممها للكلب، وقام الكلب بقى طالع يجري عارف هو فين، ودول عمالين يجروا وهو عمال يجري منهم ومش عارف يعمل ايه، فاستخبى ايه ورا شجره كده اهوت، وقام جاي بقى مخبيها وطالع عليهم وعمال يضرب فيهم، ومحدش قادر عليه خالص زي ما انتم شايفين. وقام جاي لافف كده مدي واحد واحده والتاني والتالت، ومحدش قادر عليه. ايه ده يا جدعان في ايه؟ وده جه بقى متفاجئ كده وعمال يتفرج عليه من بعيد، ما كلهم اتلموا عليه مش هيقدر على ده كله بقى. ده خد المسدس كده وعاوز يضربه، قام اداله طلقه كده، قام ده موته عاوزه حي، قال لكم انا عاوزه حي. وكلهم اتلموا عليه، والبت جريت بقى فاكره الحركات بتاعته وعماله تحاول تضرب فيهم، والتاني فرحان بقى عمال يقول له بص شريره انا بحبها عشان كده. قام قال له انت عامل زي الكلب، بص ملموم حوالين الناس انما بطولك ما تعرفش تعمل اي حاجه خالص. قام قال له انا مش عاوز اكلمك ومش عارف انت جايب العنطزه دي كلها منين. قام جاي ماسكه كده وجاري بيه، وقام جاي حاتفه من فوق الجبل، وقام جاي واقع زي ما انتم شايفين يتكسر، يعني الدشدش الطبيعي اللي هو مات. البت قعدت تصرخ وتصوت ومش مصدقه نفسها، مستغربه ازاي كده. فدوت قام قال له طب احنا دلوقتي هنوديه المدينه ازاي؟ احنا كنا موعدين الناس اللي احنا هنوريه لهم. قال له هات اي واحد كسر له عظمه واربطه في العربيه وتعالى نوديه اكنه هو. ابوها بقى بيتكلم في التليفون زي ما انتم شايفين كده، وعاوز يعمل خطه ويهرب البنت ومش عارف يعمل ايه. في الجانب التاني واحد بيتصنت عليه ورفع التليفون وسامع المكالمه كلها، قام اتصل بقى بالشيطان دوت وقام بيحكي له على اللي حصل. خطفهم وعضهم في العربيه وبيوريهم لها، وبيقول لها بص بقى انا هعمل فيهم ايه. وقام جايب العربيه كده وهرسهم، وقال لها ايه هتوافقي تتجوزيني بكره ولا خلي الرجاله كلها تتجوزك؟ انت عاوزه ايه؟ وقام جاي معلق بقى اللي هو خطفه كده في المدينه، وقام لم المدينه كلها وقال لهم بصوا ادي هو اللي ضربني زي ما وعدتكم، علقته وهتشوفوا انا اعمل فيه ايه، وبكره اللي مش هيجي الفرح بتاعي انا هزعله وهعلقه مكانه. صاحبتها بقى بتقول لها هتعملي ايه؟ هتتجوزيه ولا ايه؟ فبتقول لها لا انا عمري ما هتجوز الراجل دوت. فصاحبتها عماله تنصح فيها وتقول لها عشان خاطري عشان خاطري اتجوزيه، هيموتك وهيموتني وهيموت الناس كلها، ده مجنون. وفي نفس الوقت الوحش قام جاي صحي تاني ما تعرفش ازاي. تعال احكي لك بقى ازاي فاق كده وازاي قايم وماشي كده زي ما هو. ناس كده لقوه قاموا جايين خدوه كده وطلعوا منه الرصاصه زي ما انتم شايفين، وجايبين ورق الشجر كده قطعوه خرطوه وفرموه وقاموا جايين حطوه عليه، وفي نفس الوقت خف في ثانيه الا ثانيه. ازاي ما تعرفش بس ماشي هنمشيها. قام جاي طالع على المواسير كده، وقام جاي ماسك الاول وقام جاي بقى نازل بيه كده، ايه ده دي ولا ايه؟ وقام جاي التاني قام جاي كسر له ايده، وقام جاي داخل عليهم بقى اللي هيقابله هيموته خلاص، مشحون بقى من كل طاقه، ولف كده لفه وقعد يضربهم بقى في الجو كده طلقه، ومفيش حد بيجلي منه خالص، واللي بيقابله بيموته، ايه الاول والتاني، وده طلقه وده طلقه. قام جاي ناطط كده وماسك رجل ده كسرها، وقام جاي طالع كده برضه ضارب التاني، ومفيش حد عارف يوقفه. وقام الشيطان ده قام جاي كده بيبص كده على المساعد بتاعه، لقاه اتدمر كده، قام زعل عليه وقام محدش قادر عليه. ودوت قاعد عمال يدور عليه وعمال يجري يجري ومش لاقيه. قام قال له انا هنا تعالى وحبيبتك اهي، تعالى بقى وريني انت هتعمل ايه، بس قبل ما تيجي عاوزك تخش على دوت وورينا بقى هتقدر عليه ولا لا. فقام بيبص عليه كده وقام بيقول له يلا اشوفك على خير هتوحشني. ده جاي عليه من بعيد بقى باستهتار كده ودخل عليه، وداخل عليه ولا في دماغه، بيبص له كده اهوت، قام جاي مناوله واحده، قام جاي ماسكه، قام جاي مدخله في الحمام وبوم بوم بوم، وشكله جامد جدا يا جدعان، شكله اقوى منه ولا ايه. قام جاي خده كده وضربه، وده قام جاي فاق بقى كده اهوت ولف عليه، وقام جاي كسر له ايده، وقام ده جاي قايم برضه عمال يضرب فيه وبصه كده، وقام جاي نازل عليه وحته مروقه وحته دي ومسك دماغه في الارض ايه، وقام جاي لافف كده ماسكه من دماغه شنقه. ودوت ماشي بالبت كده بتاعته راح عاوز يركب بيها العربيه، قام ده جاي طاير عليه وقام جاي كسر رجله وشايله كده مركبه في العربيه. وقام راح بقى المدينه كده هوت زي ما انتم شايفين ومنزله من العربيه، وقام جاي ضربه بالقلم في وسط المدينه، والمدينه كلها اتلمت عليه وبتبص عليه. وقام جاي قال لهم هو ده اللي مخوفكم، هو ده اللي انتم مش قادرين عليه، بصوا بتقولوا هو عملت فيه ايه، انتوا كتيبه كنتوا ممكن تكسروا عظمه، انما الخوف اتملك منكم، هو قدر يخلي الخوف يتملك منكم. بصوا كل اللي ليه عنده حق
ينزل ياخده. ادي اول قلم. مين هينزل ياخد حقه؟ قولوا لي. البت بقى قامت جايه منهاره عليه كده وقعدت تجزله بالاقلام وتفتكر كل حاجه كده ومفيش حد قادر يوقفه. الظباط قامت جت والجيش قام جه، ده عاوز ياخده وده عاوز ياخده. الجيش قام قال لي بقى للحكومه دوت واحد من رجالتنا محدش ليه دعوه بيه واحنا اللي هنحاكمه، وسيبوه احنا عارفين هو بيعمل ايه ومحدش ليه دعوه بيه، ولو حد اتدخل احنا هنحاكمه محاكمه عسكريه. فدوت متفاجئ كده ومش عارف يعمل ايه خالص. فقام قال له اعمل اللي المفروض يتعمل. قام جاي خده كده هوت قدام الناس كلها وقام جاي شنقه وقام جاي يمد ايده كده هوت عشان ايه يتحاسب. قام قال له لا نزل ايدك وتعالى معانا. قام قال له طب ثانيه اوضح حبيبتي. قام جاي راح لها قام جاي قال لها على فكره انا عاوز اقول لك على حاجه، انا مهما قابل اي بنت او مهما قابلت اي حد انا بجد حبيتك وحبيت جرأتك وحبيت شجاعتك وبجد هتوحشيني. هنا ينتهي الفيلم. عاوزك بقى تقول لي ايه رايك في الفيلم وما تنساش تشترك في القناه